الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء أود أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل من شرفنا اليوم، وأقول لهم أول شيء أبدأ فيه أعتذر منكم، أعتذر من اللي موجودين برا الخيمة، أعتذر من اللي قاعدين واقفين بالشارع حتى يشوفون هالندوة، أعتذر منكم ولكم العين آسع من المكان، ولو بيدي أحطكم على راسي من فوق. يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لقد كان اختيار الحقيقة بلا قيود عنوانا لهذه الندوة، حتى تكون ندوة مختلفة بعيدة عن الغبار السياسي المثار وبعيدة عن المزايدات الانتخابية، فقد نختلف في وقت الانتخابات، وقد يدفعنا الحماس إلى أن نتواجه ونوجه سهام الاتهامات لبعضنا البعض، إلا أننا يجب أن لا ننسى بأن ما يجمعنا وطن واحد ونعيش على أرض واحدة، وستنتهي الانتخابات لكننا سنعيش معا. أتحدث اليوم أخاطب المنصفين والموضوعيين من أبناء الشعب الكويتي، سواء المؤيدين لي أو الذين لهم وجهة نظر أخرى، وأعلنها سلفا: لا أخاطب المتربصين، فليس بيني وبينهم حوار، إنما أخاطب من يريد أن يسمع ويحكم ويقرر. اليوم حضرتوا أنتم ندوات انتخابية يمكن كثيرة، أو سمعتوا عدة ندوات انتخابية في التلفزيون وغيرها، الكل يطلق كلاما مرسلا، لكن كيف نفرق بين الشعارات الانتخابية والحقائق المثبتة؟ كيف نفرق بين الغث والسمين؟ كيف نفرق بين ما هو صحيح وما هو غير صحيح؟ ما سأذكره اليوم في ندوتي الانتخابية لن يكون إلا مدعما بالحقائق المثبتة والأرقام، وأقول لكم إياها سلفا: أي كلام مرسل ما عليه دليل وسند واضح لا تأخذونه. اليوم سأحاول أن أخاطب عقولكم النيرة وضمائركم الحية. اليوم أخاطب الغالبية الساحقة الصامتة من أبناء الشعب الكويتي. ما سأتحدث عنه اليوم في هذه الندوة هو التالي: راح أتكلم وسأحاول أن أتحدث باختصار غير مخل. شنو سوى المجلس؟ في جد حساب سياسي يجب أن يكون في نهاية كل مجلس، والمجلس له دورين: تشريعي ورقابي. شو اللي سواه المجلس تشريعيا وشو اللي سواه المجلس رقابيا؟ أنا لست بصدد أن أحكم على المجلس، أنتم الحكم، أنتم الشعب، أنتم مصدر السلطات، إنما يجب أن تصل الحقيقة كاملة، ويجب أن تعرفوا بالإثباتات ماذا حدث وماذا حصل. وأيضا يجب أن نعي التالي: لا يمكن أن نكون حبيسي الماضي. احنا نتكلم على الماضي حتى نستفيد من السلبيات من الإيجابيات، نحاول نتلافى سلبياتنا، نحاول نبني على إيجابياتنا، بس ما يصير حكينا في كل الندوات فقط عن الماضي. الانتخابات القادمة للمستقبل مو للماضي. الانتخابات القادمة الناس لازم تعرف انت جاي داش انتخابات حق شنو؟ ايش بتسوي؟ ايش بتقدم؟ ما هي رؤاك؟ وقد لا يتسع المجال او الوقت لذكر كل الرؤى، انما الخطوط العريضة سأحاول ان اوصلها لكم. واما الجزء الاخير فهو وعد واستحقاق علي وواجب تجاهكم، هو أن أجيب على السؤال المتكرر، السؤال اللي يسألوني إياه في كل ديوانية، السؤال اللي آبائي الأفاضل الحاضرين هني في الدواوين في المساجد في المناسبات يسألوني إياه ويقولوا لي: يا أبو علي، ليش هذا الهجوم المتكرر عليك؟ وليش هذا الهجوم المنظم عليك؟ وأنا ساكت طول هذه الفترة،
طول هذه الفترة ساكت وملتزم بنهجكم، وكنت ولا زلت وسأظل ملتزم بأخلاقكم، لأني لا أستطيع أن أنجرف وراء أي جدل عقيم، ولا أستطيع أن أنجرف وراء أي شيء ما يفيدكم ولا يفيد البلد ولا يفيد الكويت. فكنت أقول تشرفونا إن شاء الله بالندوة، وراح أشرح ليش هذه الحملة المنظمة علي، وهذا سيكون في آخر اللجنة. قبل أن أبدأ في شرح الأعمال التشريعية التي قام بها المجلس بالأرقام والحقائق، أود أقول لكم شيء ما يخفى عليكم جميعا. كل مجلس أمة يأتي في سياق، يأتي في ظروف معينة تختلف عن المجالس الأخرى. كل مجلس له طابع. على سبيل المثال مجلس 81 أتى بعد فترة حل غير دستوري وتعديل بالدوائر وتغيير، فبالتالي أتى تحت ظروف معينة، أزمة مناخ، الحرب العراقية الإيرانية، أمور خارجية تستدعي وضع معين وتستدعي تصرف معين. مجلس 92 أتى بعد غزو وبعد تحرير، وبالتالي يستدعي وضع معين ويستدعي تصرف معين. أيضا مجلس 2013 يا في ظروف استثنائية، في ظروف غير اعتيادية، في ظروف غير طبيعية. مجلس 2013 أتى بعد مجلسين مبطلين. أنا لم أشارك في المجلس المبطل الثاني وفقا لقناعة بأنني تقدمت بطعن للمحكمة الدستورية في مرسوم الصوت الواحد وانتظرت حكم المحكمة، لكني ويعرف الجميع بأنني لم أتطرق لي أي من الأخوات والأخوة الذين شاركوا في المجلس المبطل الثاني بأي إساءة أو أي أمر، لأن ما يصير الواحد تكون عنده قناعة ويعتقد أنه هو صواب والكل خطأ. من حقه أن يقول رأيي صواب، ولكن رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. فاحترمنا قرارهم، ما طعنا فيهم، ما سفهنا دورهم، ولا هاجمناهم، ولا تمنينا لهم الفشل، لأن في النهاية فشل أي مجلس هو فشل الكويت، ونجاحه هو نجاح الكويت. وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية الذي حصن الصوت الواحد احترمت الحكم. ليش؟ لأن احترام حكم المحكمة الدستورية هو احترام للدستور، ومن لا يحترم أحكام المحكمة الدستورية لا يحترم الدستور. فقرارات وأحكام المحكمة الدستورية هي مكملة ومتممة لنصوص الدستور. فعندما حكمت بغض النظر عاجبني الحكم مو عاجبني، راضي فيه ماني راضي فيه، احترمنا الحكم وشاركنا وحاولنا واجتهدنا لأن نحقق الأفضل من خلال مجلس 2013. ما حدث، وأنا لا أود أن أدخل في تفاصيله، لكن ما حدث وأنا أعتقد هذا خطأ وله من صالح البلد، إن في بعض الأطراف كانت تتمنى أن يفشل مجلس 2013، بعض الأطراف كانت تتمنى أن لا يحقق هذا المجلس أي شيء، بعض الأطراف كانت تتمنى أن يتعطل مجلس 2013، وهذا مو زين للبلد. فعندما نفضل مصلحة خاصة على مصلحة عامة النتائج لا تكون جيدة، بل النتائج تكون وخيمة. ولكن أيضا أسجل، ومنهم حاضرين وموجودين هني في الندوة من نواب سابقين وسياسيين مخضرمين ورجال ونساء أفاضل وفاضلات كانوا دائما يمدوني بالرأي والمشورة ولا تركوني في ولا يوم، كانوا ينصحون بحكم خبرتهم اللي تفوقني بأعوام وسنين كثيرة. كانوا إذا أخطأنا ينقدوننا نقد بناء حتى نعدل خطأنا، وإذا أصبنا كانوا يشجعوننا ويحطون إيدهم على إيدنا حتى نستمر في هذا النجاح. ليش؟ لأن تفكيرهم تفكير في البلد. ليش؟ لأن يبون الكويت، ما يبون الكرسي، يبون نتقدم، ما يبون يرجعون إلى مقاعد مجلس الأمة. فلذلك من هذا المنبر أنا أحييهم وأشكرهم وأسجل تقديري واحترامي لدورهم. اللي نقوله إحنا بأن كائنا من كان
لديه وجهة نظر فليتفضل ويرشح نفسه وهذا حقه، وإذا حاز على ثقة الشعب خلي يقول اللي يبيه داخل قاعة عبد الله السالم. إنما في قبل الظروف اللي حدثت قبل مجلس 2013 شو اللي حصل؟ شو اللي حصل؟ كلكم تذكرون اقتحامات، مواجهات، مظاهرات، هلع، فزع بين الناس، شعارات قد يكون في بعضها شعارات حق لكن من بعض الأطراف المندسة وليس من الكل كان يراد بها باطل، إلى أن وصل الهلع والفزع إلى قلوب كل الكويتيين في كل المناطق دون استثناء. فأصبح من أولى أولويات مجلس 2013 أن يعيد الاستقرار بغض النظر عن الأعمال الأخرى، لكن أن يعيد الاستقرار السياسي للبلد. لأن يا أخوة ويا أخوات، لا تنمية ولا تقدم ولا مكافحة فساد بدون استقرار سياسي. الفوضى لا تؤدي إلا إلى الدمار، والخروج عن الشرعية الدستورية لا يؤدي إلا إلى ما لا يحمد عقباه. فعندما انتخبني ممثلو الأمة، الأمة انتخبتهم مو أنا انتخبتهم. النظام الانتخابي في الكويت الشعب ينتخب النواب ينتخبون الرئيس، مو ينتخبون الرئيس والرئيس ينقي نوابه. فعندما حظيت بثقة ممثلي الأمة كرئيس كان أحد أولى أولوياتي أن يكون هناك استقرار سياسي، والاستقرار السياسي يطلب ويأتي بالنصيحة، لكن في نهاية الأمر إذا لم يكن هناك تجاوب فيجب أن يفرض الاستقرار السياسي، لأن لا أحد يجب أن يعبث بأمن البلد، ولا أحد له الحق أن يعبث باستقرار البلاد السياسي. ويمكن جزء ممن يختلفون معي أو لا يريدون في هذا الموقع أنهم لا يريدون استقرار سياسي ولا يريدون رئيس قوي يدافع عن هذا الاستقرار السياسي. أنا بالأرقام وبالحقائق ببدأ بالجزء الأول من الندوة وبتحدث عن ماذا قدم المجلس من أعمال تشريعية. في هذا المجلس في الفصل التشريعي الرابع عشر تم إنجاز 114 قانون. الإنجازات التشريعية لكل المجالس مشكورة، قامت بعدة إنجازات تشريعية وعدة قوانين كلها مهمة، سواء المجالس اللي أنجزت عدد قليل أو اللي أنجزت عدد عالي. لكن أنا أرد على اللي يقول إن المجلس ما اشتغل، هذا مو صحيح، هذا الكلام مو صحيح. وبدل من تعايا أو ندخل في جدل عقيم، إذا بتشبه المجلس في مصنع فمنتجه هو القوانين والتشريعات. هذا المجلس هو الأكثر تشريعاً من عام 1963 حتى اليوم ب 114 قانون، وهذا الشارت يبين القوانين التشريعية لكل المجالس مشكورة اللي قدمت العديد من القوانين. لكن أنا بقول لكم شيء كيف وصلنا إلى هذا الرقم، مع أن المجلس ما كمل مدته 3 سنوات وكسور. كان في هناك فلسفة جديدة في ساعدتنا في أن نحصل العديد أو ننجز العديد من التشريعات. أنشئت لجنة جديدة اسمها لجنة الأولويات. هذه اللجنة كانت على اتصال برؤساء اللجان المختلفة، تنسق وتحاول أن تزيد من عدد اجتماعات اللجان حتى تقلل الفوارق واختلاف وجهات النظر داخل اللجنة، ويصل التشريع إلى قاعة عبد الله السالم بأقل عدد ممكن من النقاط الخلافية. والله الحمد نجحنا في 114 قانون. في البعض يقول والله القوانين هذه مو مهمة أو القوانين هذه مو زينة. أنا ودي أستعرض، لا أستطيع أن أستعرض اليوم كل القوانين لأن في العديد من الأمور المهمة، لكن أستعرض بعض القوانين اللي أنجزناها. تفضل أستاذ. كان هناك تشريعات رقابية وحقوقية، كان هناك تشريعات اقتصادية، كان هناك تشريعات مجتمعية ومعيشية لدعم المواطن والأسرة، كان هناك تشريعات مؤسساتية وخدمية، كان هناك تشريعات لقضية مهمة جدا وهي القضية الإسكانية. نروح أول شيء تعديل القانون بتمكين القانون المحكمة الدستورية بتمكين المواطن من حق اللجوء للمحكمة الدستورية مباشرة. هذا القانون كان حلم آبائنا من 1973. هذا القانون باختصار شديد، وفي هذا الوقت في هذا الفصل التشريعي الماضي
بفضل الله سبحانه وتعالى استطعنا أن ننجز هذا القانون اللي يعطي كل واحد فيكم وكل وحدة فيكم الحق للجوء إلى المحكمة الدستورية في حال شعر أو شعرت بأن شعره من حقوقها الدستورية مست. في السابق ما كنا نقدر حتى تلجأ للمحكمة الدستورية إجراءات طويلة، 10 نواب وموافقة المجلس، ولا يمكن المجلس يحول قانون هو أساساً صوت عليه بالأغلبية. إنما عن طريق هذا القانون يستطيع أي مواطن منفرداً أن يتوجه إلى المحكمة الدستورية، ولا تستطيع الحكومة والمجلس مجتمعين أن يسلبوكم أي حق من حقوقكم الدستورية. هذا شيء زين ولا مو زين؟ هذا حلم كان عند المؤسسين، وأنا أعتقد هذا من أهم القوانين اللي أنجزها هذا المجلس. أيضا قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد. الآن شو اللي فيدكم نقعد بالندوات ونقول فساد وفساد والبلد متروسة فساد وذبحنا الفساد وعانينا من الفساد، ولا أقوم وأشتغل وأطلع تشريعات لمحاربة هذا الفساد؟ وسأتحدث يمكن بتفصيل أكثر عن هذا القانون في مرحلة قادمة اللي بعدها. قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين، أيضا هذه إضافة للجهاز الرقابي في البلد، وأيضا من القوانين التي تساعد على محاربة الفساد. تعديل قانون ديوان الخدمة المدنية حتى يتسنى تفعيل المحاكمات التأديبية في ديوان المحاسبة. صار في تعديل في ديوان الخدمة وسأتحدث عنه في الشق الرقابي. قانون إنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك. كلنا نعرف بأن هناك قصور في ضبط ارتفاع الأسعار. الآن شنو دورنا كمجلس حتى نضبط الأسعار؟ شنو دورنا حتى نوقف جشع بعض التجار اللي يبون يرفعون الأسعار دون وجه حق؟ شو اللي نقدر نسوي كمجلس؟ سنينا قانون لضبط أي زيادة في الأسعار، وفي عقوبات غليظة. الآن التنفيذ، الحكومة قاعد تنفذ بشكل صحيح، ما قاعد تنفذ بشكل صحيح، هذا موضوع آخر، هذا يأتي في الجانب الرقابي. إنما في الجانب التشريعي كانت هذه من الأمور والمواضيع المهمة اللي أنجز فيها المجلس. قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وهذا أيضا قانون راقي، وباختصار شديد قانون المطبق في الدول المتطورة والتي تحفظ حقوق الإنسان، تم أيضا تشريعه. لبعد إصلاح قانون الشركات في عدة نقط، أهمها ما هو مفيد للشباب من تخفيض رأس المال والسماح لهم بتأسيس شركات ومشاركة أكبر بالقطاع الخاص. إصلاح قانون المناقصات العامة، وأهم نقطتين فيه، لأن مثل ما قلت لكم ما أقدر أستعرض كل شيء اليوم، أهم نقطتين فيه وضع حد وسقف للأوامر التغييرية. الكل كان يشوف ويعرف أن تأخذ المناقصة ب100 مليون وتنتهي ب500 مليون، ويأتي البعض بأسعار محروقة ويوم بأوامر تغييرية وتتضاعف سعر المناقصات. في القانون الجديد أصبح هناك سقف، فيعرف الجميع أن لا يمكن أن يتلاعب من خلال هذه النقطة، وأنا أعتقد هذه النقطة جدا مهمة. أيضا جذب المستثمر الأجنبي دون اشتراط الوكيل المحلي. في السابق يجب أن يكون له وكيل، والبعض كان ينادي أن هذه فيها احتكار وهذه فيها عرقلة. الآن أي شركة تقدر تشتغل بدون وكيل، وهذا أيضا إنجاز. أنا أرد بعد على من يقول إن المجلس شرع قوانين للتجار. هذه مو قوانين للتجار، هذه قوانين للمواطنين كافة. التاجر والمواطن وصاحب أي مهنة له حقوق دستورية متساوية عند الجميع. لكن أنا أرد أيضا على هذا الاتهام الظالم. قانون تنظيم الوكالات التجارية كسر الاحتكار والتنافس بين الشركات، أعطى أي شاب يقدر يروح حق أي شركة أجنبية وياخذ وكالتها، ولا يستطيع القانون أن يمنع من ذلك. في السابق إذا كانت الوكالة عند تاجر معين وأتى أي شاب حتى لو وافقت الشركة على أن تعطيه هذه الوكالة، القانون الكويتي كان يمنع من ذلك. الآن هذا الأمر، هذا الاحتكار كسر لأول مرة. اللي بعده قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تذكرون أنا في السابق وفي أكثر من ندوة كنت أقول يجب على المواطن الكويتي أن يكون شريكاً وليس أجيراً، وحتى تنجح عملية الخصخصة لازم الشعب الكويتي يفهم الخصخصة الحقة، لأن هناك من يروج بأن الخصخصة بيع للبلد، الخصخصة هي لعدد محدود، الخصخصة لن يستفيد منها إلا 3-4 عوائل، الخصخصة وصار لهم 25 أو
أو أكثر سنة وهم يرددون هذه الأسطوانة وإحنا واقفين في مكاننا. اليوم بهذا القانون والتعديلات اللي عليه الشعب الكويتي شريك 50% في أي مشروع BOT يطرح. كل مواطن له سهمه ولا يستطيع أن يبيع سهمه، فبالتالي إذا ربحت هذه الشركات إحنا دخلنا دخل إضافي لكل مواطن دون أن يكون هذا الدخل الإضافي على كاهل الحكومة. اللي بعده تعديل على قانون الرعاية السكنية لدعم مواد البناء من القوانين التي أقرها المجلس لدعم المواطن ورفع القرض. قانون التأمين الصحي المتقاعدين اللي أفنوا عمرهم في خدمة البلد واللي شقوا لخدمة البلد واللي بعد ما يتقاعدون يعتقدون ويشعرون ويحسون وهم محقين بذلك بأن هناك في تقصير تجاههم. نعم في تقصير تجاههم، لكن من ضمن الأمور اللي أقرها المجلس بأن يكون هناك تأمين صحي للمتقاعدين. ما لكم شغل بالغبار السياسي، في خطأ في التنفيذ يتعدل، في نقص يزيد، إنما التشريع كان صحيح والتشريع صدر في ظل هذا المجلس قبل حتى ما يغطون لهم حتى النشر. اليوم في على الأقل أكثر من 800 مرض يتغطى للمتقاعدين وإن شاء الله يكون هناك أكثر. اللي بعده قانون مكافأة نهاية الخدمة، واعتقد هذا حقق عدالة لكم جميعا. في السابق اللي عنده واسطة وعنده ظهر ممكن يتوظف في مكان يحصل فيه على مكافأة نهاية الخدمة إذا ترك العمل، وإذا ما عنده واسطة ولا له ظهر ممكن يروح في مكان وبعد ما يفني عمره كله في هذا المكان ينتهي بدون نهاية خدمة. المجلس شرع بأن هناك مكافأة نهاية خدمة لكل الكويتيين في كل القطاعات اللي موجودة. قانون إنشاء شركة مساهمة مستقلة لاستخدام وتشغيل العمالة المنزلية أو كما يطلق عليه جزافا قانون كامل العوضي. هذا القانون سيوقف الرقيق الأبيض اللي كان موجود. المبالغ الهائلة 1500 و1800 و2000 دينار لاستخدام العمالة وفقا لهذا القانون يجب أن تنزل إلى أقل من 400 دينار. الأعباء المالية التي كانت تكلف الأسرة بعد هذا القانون يجب أن تنخفض انخفاض كبير. الرقابة اللي ما كانت موجودة في السابق ستزداد. المراكز تنشأ خارج الكويت وفقا لهذا القانون حتى نتأكد بأن احنا ما قاعد ندخل عمالة هامشية مريضة في مجتمعنا انشرت الأمراض بين أفراد المجتمع. اللي بعده قانون في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء. أنا قلت سأقول الحقيقة كاملة مثبتة في العلم. كم مرشح للأسف يقول هذا المجلس اللي زاد سعر الكهرباء على المواطنين، هذا المجلس اللي ما دافع عن المواطنين، هذا المجلس اللي ما قدم ما سوى. هذا الكلام غير صحيح. مشروع الحكومة اللي كان فيه زيادة الكهرباء المجلس وبالأغلبية استثنى القطاع الخاص من زيادة التعرفة والماء وحمل مواطن فلا زيادة على القطاع السكني. أيضا الأمر الآخر اللي كان موجود بأنه أيضا مو منطقي أن نيل القطاع التجاري، القطاع التجاري أيضا ذيلا ما هم أعداء، وتي وتقول له أنت الزيادة من فلسين إلى 25 فلس، ولو قمت بهذه الزيادة سيكون لها انعكاس بشكل غير مباشر على المواطن. المجلس في المداولة الثانية غير القانون وجعل التعرفة الواردة بالجداول المرفقة للقانون لوحدتي الكهرباء والماء هي الحد الأقصى لكل منهما وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. الحد الأقصى يعني الزيادة يجب أن تكون تدريجية، فلسين تصير 4، تقعد 3 سنين 4 سنين، بعدها تصير 8، بعدها تصير كذا، بعد 30 سنة، بعد 50 سنة، مو مهم، بس الحد الأقصى هو 25. فهذا اللي حصل في موضوع الكهرباء، هذه هي الحقيقة وليس ما سمعتوه من البعض للأسف. اللي بعده قانون بإنشاء محكمة الأسرة، قانون حماية حقوق الطفل، وهذا قانون راقي وعمل عليه العديد من الأخوات والأخوة لحماية الطفل وحماية احتياجاته النفسية والبدنية والتربوية ووضع عقوبات صارمة لحماية الطفل. اللي بعده قانون المعاملات الإلكترونية، التوقيع الإلكتروني يصير ورقة رسمية، رسالة إلكترونية يصير ورقة رسمية أسوة بالدول المتقدمة، إنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إنشاء الهيئة العامة لتنظيم الطرق، قانون بلدية الكويت وهذا أيضا قانون مهم لكن يطول الحديث عن تفاصيله، فك الاشتباك والاختصاصات اللي موجودة عند البلدية وتحويلها إلى جهات أخرى.
قانون أيضا كان هناك العديد من التشريعات بالنسبة للقضية الإسكانية نتجت عن التالي. قدم إلى السلايد الإسكان. في بداية الفصل التشريعي، وأقول لكم إياها بكل صدق وشفافية ووضوح، في بداية استلامي لمهام الرئاسة، وهي مهمة ثقيلة جدا وصعبة، كنت أفكر ليجيتكم بعد ما ينتهي المجلس، بعد 4 سنين، بعد 3 سنين، بعد إذا جيتكم إيش بقول لكم؟ بقول لكم ترى الصحة تعبانة، وترى التعليم تعبان، وترى اقتصادنا تعبان، وترى كل شيء تعبان، وبقعد أكرر اللي يقال في كل ندوة انتخابية، وتجي الانتخابات ونخلص ونرد نعيد نفس الأسطوانة المشروخة. لما أكون أرغب بذلك كنت أتمنى أن آتي وأقول يا جماعة الخير ترى في شيء، على الأقل شيء واحد، على الأقل في شيء واحد يغفر لنا، وبالتالي نكون قدمنا شيء. طيب شنو هالشيء؟ مشاكلنا وايد، كل القطاعات اللي قلتها، صحة، تعليم، اقتصاد، عندنا مشاكل، خلينا نكون صريحين مع أنفسنا، عندنا مشاكل كثيرة. شلون نحلها؟ نريد حل كل شيء كما كنا نقوم في كل المجالس السابقة وبصدق وبنوايا حسنة، لكننا كنا دائما ننتهي إلى حل لا شيء أو حل القليل. فالفلسفة اللي كنا نحاول أن نعرضها بأن نركز على قضية واحدة، قضية واحدة مو قضيتين، واحدة وننجز فيها، لأن لو كل فصل تشريعي أنهى قضية جذرية واحدة لكنا اليوم بلا مشاكل. لو مجلس 93 مخلص الصحة، ومجلس 96 مخلص التعليم، ومجلس 2003 مخلص الاقتصاد، ومجلس 2013 مخلص الإسكان، لكنا اليوم بلا مشاكل جذرية. لكن احنا نيجي كل مرة ونكرر نفس الاسطوانة المشروخة. فكنت أريد أن نختار قضية واحدة ونركز عليها. من القضية؟ من يحدد؟ الرئيس يحدد؟ لا، الرئيس مهام إدارة الجلسة بس. النائب الفلاني ما راح يرضى النائب الثاني. فلجأنا إلى من؟ إليكم أنتم، إلى الشعب، إلى الأمة، إلى مصدر السلطات، وقمنا لأول مرة باستطلاعات على عينات كبيرة، والشعب وليس الرئيس أو النواب، الشعب اختار قضية الإسكان. عملنا بالإسكان بإخلاص وأمانة وجد واجتهاد، ومع وزير شاب حقيقة يعني قدم كل ما عنده لهذه القضية. لكن قبل الوزير وقبل الرئيس وقبل النواب وقبل اللجنة الإسكانية وقبل الكل، كانت المشاركة المجتمعية، والشباب موجودين الآن عندنا وموجودين هني، يمكن شفتم وأنا أدخل أسلم، شباب حملة ناطر بيت الذين جسدوا المشاركة المجتمعية الحقيقية، وكانوا هم اللي يحضرون الملفات، هم اللي يتابعون المشاريع، هم اللي يعطونا المعلومات، هم اللي يحضرون الاجتماعات. نتج عنها التالي بالأرقام، مو بالحكي، بالأرقام. معدل 15 سنة السابقة للمجلس كانت التوزيعات لا تصل إلى 4000 وحدة سكنية. خلال هالثلاث سنوات تم توزيع 12,000 وحدة سكنية سنويا. تم تحرير أراضي تكفي لبناء، هي مكتوب 60,000، لا هي 65,000، 65,000 وحدة سكنية خلال 3 سنوات. حسب تقرير بيتك من 2014 إلى 2016 انخفضت أسعار السكن الخاص بنسبة 17%. وأنا ما أقول بس التوزيعات اللي نزلت الأسعار، لا صحيح في ظروف أخرى، لكن لما يزيد العرض ويقلل الجاب والفجوة بين العرض، تقل الفجوة بين العرض والطلب، بالتأكيد هذا مؤشر جيد ويؤدي إلى انخفاض الأسعار. وكنا دائما في السابق نقول إن الشاب الكويتي يجب أن يكون مليونيرا بالعرف العالمي حتى يؤمن مسكن له ولأهله. انخفضت الأسعار، وزعنا، ارجع للسلايد، ارجع للسلايد. انخفضت الأسعار، وزعنا الوحدات السكنية. بس أبي أراويكم الوحدات السكنية ما وزع في 3 سنوات، روح السلايد اللي بعده، ما وزع في 3 سنوات يساوي 31% مما وزع من سنة 1956 حتى 2013. يعني على الأقل يعني إذا كان في منصف يجب أن يعترف، خلي يقول حنا فشلنا بكل شيء، بس خلي يقول نجحنا في هذه القضية. وأنا أقولها كرئيس سابق للمجلس، أنا أقول ما خلصنا مشكلة الإسكان بعد، إلى أن نصل إلى المرحلة اللي كل يوم الشاب يقدم طلبه ويستلم بيته. ارجع لمساعد طلب الإسكاني المدة قبل بداية هذا المجلس، مجلس 2013
كان الدور واصل 2002 2003، فترة الانتظار كانت 10 سنوات. اليوم هذه حقيقة موجودة الآن، اليوم فترة الانتظار 4 سنوات فقط، وإن شاء الله إذا استمرينا على هذا المنوال ستنخفض وستصل إلى الوقت. روح اللي بعدها. الآن فيما يتعلق، هذا تحدث عن الجانب التشريعي وله علاقة أكثر في الجانب التنفيذي. أنا بس قبل لا أختم لهذا الجانب أبي أسأل سؤال لكل منصف، لكل واحد يخاف الله ويقيم بما فيه مصلحة بلده. إذا صار خطأ في قانون أو قانونين أو حتى 3 من 114 قانون، شنو المشكلة؟ شنو المشكلة؟ العملية شنو هي؟ عملية تصيد ولا عملية تفكير في مصلحة البلد؟ حتى لو 10 قوانين، 114 قانون، مو 114 سورة قرآنية، 114 قانون من عمل بشر يصيب ويخطئ. إذا صار في خطأ في قانون، في قانونين، في 3، في 4، حتى في 10، شنو المشكلة؟ وأنا شخصياً في لقاء تلفزيوني وعلى الراي قلت في عدد من القوانين أنا أعتقد أنهم خطأ، ولا أقولها على رؤوس الأشهاد، لأني لم أدعي في يوم من الأيام بأني منزل. أنا بشر أخطئ في قانون أو قانونين أعتقد أنا تصويتي عليهم ما كان بالشكل الصحيح. شو المشكلة؟ لكن ليش يصير التركيز على فقط قانون أو قانونين وني نقول المجلس ما سوى شيء، المجلس ما عمل؟ هذا مو صحيح. أنا ما أقول عمل ولا ما عمل، أنا أصلا يجب أن لا أحكم لأن شهادتي مجروحة. أنا أقول هذا اللي صار والحكم بالنهاية لكم. هذا الجانب التشريعي. نأتي للجانب الرقابي. في من يقول إنه والله لا، المجلس هذا فعلا أنجز تشريعيا لكن ضعيف رقابيا. وارد. أنتم اخترتوا النواب وأنتم انتخبتوهم في 2013 وأنتم حطيتوهم، لكن خلونا نتفق ما هي المعايير اللي نقيم فيها قوة المجلس من عدمه؟ قوي، ضعيف، زين، مو زين؟ شنو المعايير؟ هل هي شكل النواب ولا شكل الرئيس ولا حديثه ولا شنو؟ لازم يصير في معيار حتى نتناقش. شنو المعايير اللي الشتيمة والسب هذا ما تبونه ولا تقبلون فيه ولا يختلف اثنين على هالأمر؟ في البعض يقول المجلس القوي هو المجلس اللي قدم استجوابات. أنا أختلف مع وجهة النظر هذه وأعتقد هذه لغة معيبة، لكني أخاطبهم أيضا بهذه اللغة. إذا كان تقييم المجلس رقابيا هو بقدر الاستجوابات التي قدمت، فهذه الإحصائية الرسمية أمامكم. أكثر مجلس قدمت فيه استجوابات من 1962 حتى اليوم هو هذا المجلس، 23 استجواب. لكن لاحظوا، ليش أنا أقول اللغة المعيبة؟ لأني ما أعترف فيها. لاحظوا المجالس الأولى والمجالس السابقة، مجالس الآباء، مجالس الأجداد، المجالس التي كانت تجسد الدستور وتقرأه كما وضعه المؤسسين، شوفوا كم استجواب يقدمون. استجواب 2 3 إن كثر 4، لأن العملية مو عملية استجوابات، لأن العملية مو عملية استعراضات، لأن العملية مو عملية انتخابات، لأنهم كانوا يفكرون في الأجيال القادمة ولا يفكرون في الانتخابات القادمة. بينما للأسف في هذا الزمن طغى التفكير في الانتخابات القادمة على التفكير في الأجيال القادمة، لكن بلغتهم. إذا هذه لغتهم ولكم وجهة نظر ويجب علي وعلى غيري أن يحترمها حتى وإن اختلفنا منها، بلغتكم على هذا يصير أقوى مجلس رقابي. 23 استجواب قدم. اللي بيقول أو بيرد بس هذه الاستجوابات يعني استجوابات مش ولا بد، استجوابات ضعيفة، استجوابات مو حقيقية، أقول له ماشي أيضا وجهة نظر وتحترم. شنو الاستجواب الزين عندك؟ شنو الاستجواب القوي؟ شنو الاستجواب اللي يهز؟ شنو الاستجواب المؤثر؟ اللي يطرح الثقة بوزير، لم تطرح الثقة بأي وزير من 1963 حتى الآن.
دائما بعض الوزراء إذا صار موضوع تصويت طلب على طرح الثقة في خوف يقدمون استقالتهم. ما في وزير طرحت فيه الثقة. طيب إذا كم وزير قدم استقالته؟ 5 وزراء قدموا استقالتهم بسبب استجوابات. هذا لا يعني أنا أيد هذا الأمر. في منهم وزراء أنا أعتقد أنهم من أكفأ الرجال، لكن أنا أتكلم أرد على من يتحدث باللغة المعيبة. فإذا كانت هذه اللغة فهذا الرد بالأرقام. أكبر عدد من الاستجوابات، أكثر عدد من الوزراء المستقيلين بسبب الاستجوابات. وأيضا قبل أن أطوي ملف الاستجوابات أنا أود أن أجيب أيضا على تساؤل سألوني إياه أيضا وايد بالدواوين وبعض الأخوان، ووعدتهم أيضا أن أجيب في الندوة، اللي هو أنتم تشطبون الاستجوابات. أبي تروح، وسأحاول أن أوجز في هذا الأمر، أبي تروح إلى المادة 173 من الدستور. أرجوكم شوفوا وركزوا في الكلام المكتوب. يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها. هذه مادة في الدستور بناء عليها صدر قانون المحكمة الدستورية. واحنا أقسمنا على شنو؟ أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة، وهو قسم لو تعلمونه عظيم. إذن يجب أن نلتزم فيه. روح إلى المحكمة الدستورية المادة 1: تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين إلى آخره. يعني مو مرزوق الغانم يقرر، ولا أي واحد يقرر، ولا أي واحد يفرض راية. من يقرر هو المحكمة الدستورية التي تختص دون غيرها. مرزوق الغانم ولا غيره من النواب شنو واجبه؟ إذا بيحترم قسمه أن يلتزم بأحكام وقرارات المحكمة الدستورية. خلونا نشوف قرارات المحكمة الدستورية شو تقول. هذا طلب تفسير في 2011 مسجل رقم 10 سنة 2011. فإن كل استجواب يراد توجيهه لرئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقه في مجال ضيق، وهو في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة. يعني من يريد استجواب رئيس وزراء عليه أن يستجوب في السياسة العامة للحكومة، ومن خلال السياسة العامة للحكومة قل ما شئت، وادخل فيما أردت، وتطرق لما تراه مناسبا، لكن لا تخلينا نخالف حكم المحكمة الدستورية. أيضا شو قالت المحكمة الدستورية؟ باعتبار أن رئيس مجلس الوزراء هو الذي يتكلم باسم مجلس الوزراء ويدافع عن هذه السياسة أمام مجلس الأمة، دون أن يتعدى ذلك إلى استجوابه عن أي أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها، أو عن أي عمل لوزير في وزارته لبعده. وإلا أصبحت جميع الأعمال التي تختص بها الوزارات المختلفة محلا لاستجواب رئيس مجلس الوزراء عنها، وهو ما يتعارض، هذا حكم الدستورية، وهو ما يتعارض مع صريح حكم الدستور، ويفضي إلى سيل جارف من الاستجوابات لرئيس مجلس الوزراء، وفي ذلك ما فيه من عظيم الخطر بتعطيل الأعمال من غير حد ولا ضابط. هذا اللي قالته المحكمة الدستورية، مو اللي قاله مرزوق الغانم. لذلك أنا كنت أقول لكل الأخوة الزملاء النواب التزموا بالأطر الدستورية وبقرارات المحكمة الدستورية، ما في أحد ما يصعد. لكن بس بقول لكم التالي: افترضوا حالة فرضية، حالة جدلية، يصير واحد ويستجوب وزير الكهرباء عن خطأ طبي في مستشفى الفروانية، يصير واحد يستجوب وزير الأوقاف على السياسة الخارجية للدولة، يصير واحد يستجوب وزير الإعلام على مشكلة صارت في مخفر وزارة الداخلية. لا، ما يصير طبعا. معناته في ضوابط، والضوابط تضعها المحكمة الدستورية. نحن لم نشطب استجوابات، نحن طلبنا من إخواني، وإن اختلفوا معي في وجهة النظر، وإن أساءوا لي، وإن حملوا لي هذا، يضرون ذيل إخواني وأهلي ومني وفيني. اختلفنا في وجهة النظر، اختلفنا في وجهة النظر، وقلنا اللي يبي يقدم استجواب
خله يلتزم في أحكام المحكمة الدستورية، لأني أقسمت على احترام الدستور وقوانين الدولة، والمحكمة الدستورية صادرة بقانون بناء على مادة دستورية. ودللكم على التالي: الجميع تمكن من استجواب رئيس الوزراء، لكن إذا بتقدم محاور واختص فيها وزراء معنيين والمحكمة الدستورية تقول ما يصير، ما أقدر أنا أيوة أقول لك يصير. ومن ماني قايل مفردة ما هي زينة والله يسامحهم، لكن من قال بأن ما في خبير دستوري أيد هذا الموضوع. أنا أقول لك حط آراء الخبراء الدستوريين، كل الخبراء الدستوريين اللي أنا استشرتهم. أولا قبل الخبراء الدستوريين اللي يقول ما في سوابق: استجواب النائب المرحوم خليفة الجيري لوزير الصحة عام 82، استجواب حسين القلافي وزير العدل 2001، استجواب الأخوة الأفاضل النائب أحمد السعدوي والنائب عبد الرحمن العنجيلي رئيس مجلس الوزراء 2011، كلها رفعت من جدول الأعمال. بس حط رأي الخبراء الدستوريين حتى ننتقل إلى دكتور عبد الفتاح حسن، دكتور خليفة الحميدة، دكتور محمد الفيلي، دكتور المنيب، دكتور مقاطع كان مسافر. في المحضر اللي طلبت منهم أنا الإجابة، حط الرد بسرعة. وإذا تضمنت صحيفة الاستجواب بفرض استيفائها لكافة الشروط الشكلية اللازمة لقبولها موضوعات يسأل عنها رئيس الوزراء وأخرى لا يسأل عنها أيا كان سبب عدم مسؤوليته عنها، فيجب قبل أن يصعد رئيس مجلس الوزراء إلى المنصة البدء في مناقشة الاستجواب، تنقية صحيفة الاستجواب من شوائبها. يعني أول لازم تناقشها تشيل الغير الدستوري باستبعاد جميع المواضيع التي لا يسأل عنها رئيس الوزراء والإبقاء على باقي الموضوعات، وذلك حتى يتسنى لجميع أعضاء المجلس الاشتراك في مناقشة مدى دستورية الموضوعات وحل الخلاف، الأمر الذي لا يتيسر بعد الصعود إلى المنصة والبدء في المناقشة، ويتم هذا الاستبعاد بقرار المجلس. المختصر المفيد ما تم تطبيقه هو الدستور نصا وقانون المحكمة الدستورية نصا في المادة 1، ومسؤوليتي كرئيس أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وهذا اللي طبقناه. ما شطب الاستجوابات ولا وعدنا أداة الاستجواب، والدليل على ذلك أن هذا المجلس قدمت فيه أكبر عدد ممكن من الاستجوابات. لكن أذكركم لو لم نستخدم هذه المسطرة كان الاستجواب اللي قدم عن إيش حقه ندخل في حرب في اليمن واللي المجلس شطب المحور الثاني ماله، لو لم نطبق الدستور وقوانين الدولة ونمشي على هالمسطرة كان وين ندش؟ كان دشينا بالطوفة، كان يا مجلس الأمة ودخلنا في مشكلة مع دول شقيقة ودول صديقة ودول حليفة ودول لا يمكن أن نفترق عنها، لكن بسبب تطبيق الدستور وتقويم الاعوجاجات التي تمنع في المستقبل أي إنسان يريد أن يعطل المسيرة النيابية من خلال تقديم استجوابات عبثية أن يقف عند حده. أنا أتكلم عن المستقبل، هذا ما يفترض أن يتم. يبقى واحد يخاف من ردة الفعل، هذا شأنه. واحد يخاف من أنه ما يقدر يشرح حق الناس، هذا شأنه. أما بالنسبة لي فأنا أقوم بما يمليه عليه ضميري وأنفذ ما جاء في النصوص الدستورية وأحكام المحكمة الدستورية، وعندي الشجاعة بأن أتحدث أمام أفاضل أمثالكم وأقول لهم الصج وأحط لهم على البروجيكتور النصوص والقوانين، وأعرف أنهم سيعرفونها. هذا المقاطع إجراء صحيح الدستوري التصويت على دستورية محاور الاستجواب. إذا كل أو جل أو أغلب الخبراء الدستوريين كانوا يؤيدون الإجراء اللي اتخذناه، وإن كان الرئيس ما هو ملزم بآراء الخبراء الدستوريين إلا أن يحترمهم ويسمع لهم ويقدر بعدها هذا الأمر. الآن نروح حق اللي بعد السؤال اللي يطرح نفسه: طيب أنت يا أبو علي إذا الاستجوابات مو هي اللي تقيم عليها رقابة المجلس، شنو تقييمك؟ شنو تقييمك للمجلس القوي رقابيا ولا المجلس اللي مو قوي رقابيا؟ أو ما هي الأمور اللي تعتقد بأنها تقوي أي مجلس رقابيا؟ أنا في نفسي كما قلت لكم في بداية هذا الجزء، المعيار اللي يجب أن يتخذ في تقييم أي مجلس هو المعيار الوحيد المذكور في الدستور اللي هو ديوان المحاسبة، عشان بس يصير عندنا خارطة الطريق. إن زادت ملاحظات ديوان المحاسبة معناته إحنا ماشيين بالطريق الغير صحيح، إن خفت ملاحظات ديوان المحاسبة معناته إحنا ماشيين في الطريق الصحيح. خلونا نشوف خلال 3 سنين زادت ولا انقصت ملاحظات ديوان المحاسبة؟ انخفضت أكثر من 50%.
انخفضت أكثر من 50%. هذه المعلومات قد لا تكون وصلت إلى كثير من أبناء الشعب الكويتي، لأن مثل ما قلت لكم في غبار سياسي، في أصوات عالية، في وسائل تواصل اجتماعي. آخر الندوة سأبين لكم كيفية تأثيرها على الشارع، لكن الحقيقة وبالأرقام المثبتة يجب أن تصل لكم شلون وصلنا إلى تخفيض هذه الملاحظات. الأخوة الأفاضل، وأنا من هذا المنبر أتوجه لهم، بداية العم المرحوم الفاضل اللي ترحم عليه، العم عبد العزيز العدساني طيب الله ثراه والله يسكنه فسيح جناته، عندما كان رئيس لديوان المحاسبة، واللي قلت له أنا في أول لقاء لي معه أنا كرئيس مجلس حبيت راسه وقلت له يا عم أنا رئيس مجلس لكن أنت والدي ولا أحد يشك في نزاهتك، أنا دوري فقط الدفاع عن الديوان، ولا يخولني لا القانون ولا أسلوبي في العمل أن أتدخل في أي أمر بالقانون. ورحمة الله عليه كان مثال للنزاهة والأمانة. وثم أتى الأخ الفاضل عادل السرعاوي ليكون خير خلف لخير سلف، ومشى على نفس المنوال. فاجتمعت في أحد الاجتماعات مع الأخوة رئيس الديوان بالإنابة والأخوة الأفاضل القياديين اللي أوجه لهم كل الشكر، وقلت لهم يا جماعة اقترحوا علينا شلون نقدر نحارب الفساد، شلون نقدر نزيد من وتيرة مكافحة الفساد. أنا مساءل كرئيس مجلس أمام الله سبحانه وتعالى قبل الناس، وأنتم الكيان الوحيد المذكور في الدستور لتقييم. فأعطونا اقتراح صراحة جدا ممتاز. قالوا يا أبو علي الناس كلها تقول نسمع عن فساد ونسمع عن أخطاء ونسمع، بس ما نشوف أحد تحول إلى المحاكم، ما نشوف أحد راح، نسمع فقط في الندوات والتصريحات والمقابلات. فاتضح بعد النقاش بأن هناك مادة في قانون الديوان معطلة بسبب تفسير قد يكون خاطئ قد يكون صحيح في ديوان الخدمة، يمنع الديوان من تحويل قياديين إلى المحاكم. قلت لهم بسيطة مو مشكلة، أعطوني المادة وأعطوني التعديل التشريعي ونعدل هذه المادة. وتم تعديل هذه المادة في ديوان الخدمة المدنية التي كانت معطلة لديوان المحاسبة، ونتج عنها حط النتائج السادة اللي بعده. ديوان المحاسبة يحيل 61 موظفا إلى المحاكم التأديبية بعد الكشف عن تجاوزات ومخالفات في مختلف الوزارات والهيئات. مكافحة فساد ولا مو مكافحة فساد؟ هذه بالنسبة لي الرقابة الفاعلة، هذه بالنسبة لي التفعيل الحقيقي والصحيح للقانون والتشريعات لمكافحة الفساد. الآن بعضهم قريتوا بالجرائد بعضهم صدرت عليهم أحكام وبعضهم برئوا، البريء يبرئ المخطئ يدان. مو هذا شأني، لكن شأني بأن تم تفعيل رقابة حقيقية، وأتمنى أن يستمر المجلس القادم أيا كان أعضائه في هذا الأسلوب بإحضار ديوان المحاسبة وعرض الملاحظات أمام المجلس والحكومة وإعطاء الحكومة في مهلة زمنية معينة لتعود وترد على الملاحظات، لأن نتائجها أثمرت في المرات السابقة. كذلك كان هناك لجان تحقيق وإحالات إلى النيابة، لها أول ما لها آخر. بس أنا بختام هذا الجزء حتى أنتقل إلى الجزء اللي بعده، أنا بسألكم سؤال، يعني أسألكم بالله شو اللي يفيد؟ شو اللي يفيد؟ اللي يفيدكم، اللي يفيد البلد، اللي يحقق شيء في مكافحة الفساد، شو اللي يفيد؟ الحكي والطعن والاتهامات، ولا العمل وإصدار التشريعات التي ممكن أن توصل إلى نتائج؟ دراسة المواضيع ومحاولة سد الثغرات وتفعيل الأمور، ولا فقط شعارات واتهامات وتخويف للناس؟ اللي بعده في هذا الوقت حاربنا قدر المستطاع، أو حارب البعض قدر المستطاع الفساد في عدة قطاعات. هذا تقرير مؤشر مدركات الفساد اللي كان يستشهد فيه العديد من النواب السابقين، الآن ما يستشهدون فيه. ليش ما يستشهدون فيه؟ أنا أقول لكم ليش ما يستشهدون فيه، لأن تحسننا، لأن التقرير كان ترتيبنا 67 عالميا أصبح 55.
لذلك هذا للأسف يعني قد ما يعجب البعض. الآن اللي يسألني سؤال مباشر ويقول لي هل والله قضيتوا على الفساد؟ لا، درب طويل، في ملفات مدخمة بالفساد، وفي ملفات فشل المجلس في معالجتها، وفي ملفات لم يحسن التصرف معها. احنا نتكلم عن الإيجابيات ونتكلم عن السلبيات، ويبقى بالنهاية لكم الحكم. لكن في تحسن، نعم في تحسن، ويبقى يسأل كل نائب عن دوره تجاه هذه الملفات اللي بعدها. هذه فقط أذكر في التشريعات التي تصب في مكافحة الفساد، لجوء المحكمة الدستورية، إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، إنشاء جهاز المراقبين الماليين، تعديل قانون ديوان الخدمة المدنية حتى يتسنى تفعيل المحاكمات التأديبية في ديوان المحاسبة، إنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان. كذلك أحب أوضح شيء حتى بالنسبة للأمور المتعلقة بالشق النيابي، ساهم مجلس الأمة بشكل كبير. كثير منكم يقولون زين وينكم عن الحرامية اللي باقوا البلد ونشوفهم يتمشون بشوارع لندن؟ مو هذا سؤال؟ قلت لك أنا أدري ايش بتقول لي. هذا سؤال مهم، والرد على هذا السؤال راح يجي الآن. ليش قاعدين يتمشون بشوارع لندن ولا نقدر احنا نصيدهم؟ وسرقوا وغرفوا من المال العام ما غرفوا. باختصار شديد، لأن بريطانيا مو موقعة على اتفاقية الانتربول. ليش مو موقعة على اتفاقية الانتربول؟ لأن البرلمان هم ومجلس العموم البريطاني لم يوافق على هذه الاتفاقية، وبالتالي أصبح الكثير منهم يلجؤون إلى بريطانيا وإلى لندن في التحديد. شو اللي صار في هذا المجلس؟ لم تصدر أحكام إلا في هذا الوقت، لم تصدر أحكام على هؤلاء السراق إلا بهذا الوقت، ولم تحدث إحالات إلا في هذا الوقت في آخر 2 3. حكي وايد من زمان، الحكي وايد، لكن أنا أتكلم عن الفعل ما أتكلم عن الحكي. وماذا قام مجلس الأمة مع شو اللي سوى مجلس الأمة مع البرلمان البريطاني؟ في زيارة رسمية تشرفت بترأسها مع مجموعة من إخواني النواب، اجتمعنا في السبيكر، في رئيس البرلمان، في رؤساء مختلف المجاميع السياسية في البرلمان البريطاني، وأخذنا موافقة الغالبية من البرلمان البريطاني على توقيع اتفاقية ثنائية بين الكويت وبين بريطانيا لتبادل المتهمين. وأنا أقول لهم يلي بلندن ترى رايكم الدور وبتنسحبون الكويت. أنا قلت أقول الحقيقة دون قيود، وهذه هي الحقيقة. وشفتوا يمكن مساعة جزء من الفيديو وشفتوا اللي موجودين. يبقى الآن توقيع الاتفاقية وإعادتهم، تبقى هذه المستوى. الآن بعد أن ننتهي من الجزء الرقابي وحفاظا أيضا على وقتكم الثمين، لا يمكن أن نبقى حبيسي الماضي، لا يمكن. ناس تبينا أن نكون موجودين فقط وحبيسين الماضي والتاريخ وندخل في جدل عميق لا يؤدي إلى نتيجة. المفروض ما يكون الطرح اللي يكون في الندوات الانتخابية يفترض أن نتكلم عن رؤانا للمستقبل، ونتكلم عن ماذا سنفعل إذا حظينا وتشرفنا بثقتكم الغالية. احنا في أوضاع ما هي سهلة، لذلك أنا باختصار شديد أود أن أتحدث عن رؤاي بخطوط عامة. أنا أعتقد أن الحفاظ على الاستقرار السياسي أمر مهم ويجب أن يستمر، ولا يجب أن نعود إلى المربع الأول، ولا يجب أن نرجع إلى الحلقة الأولى، ولا يجب أن نرجع إلى ما كنا عليه لسنوات طويلة عطل تنميتنا وعطل تقدمنا وعطل مكافحتنا للفساد وعطل كل شيء. والدليل أن الأسلوب السابق ما فاد، بأن رؤوس الفساد كبروا، زادوا، صاروا أقوى. إذن يجب أن نلتزم بالأطر الدستورية، ويجب أن نحارب الفساد من خلال الأطر الدستورية، ويجب أن نعدل من خلال قاعة عبد الله السالم مو خارج القاعة، ويجب أن نلتزم بالنظام. فهذه أنا أقولها بوضوح، أحد الأمور المهمة للمرحلة القادمة الحفاظ على الاستقرار السياسي. كذلك يجب علينا مواجهة التحديات الأمنية.
داخليا وخارجيا. ترى يا اخوان ويا اخوات، المكاشفة والمصارحة مهمة. ترى الدم على بعد كيلومترات منه، مو مئات الكيلومترات، ونحن قدرنا أن نكون جار لدولة غير منضبطة. احنا نكاد نكون الوحيدين، الدولة الوحيدة. أنا لما كنت رئيس لجنة الشؤون الخارجية أمشي على الحدود، ما في دولة بالعالم مراكز حدود واحد علم أسود، واحد علم أحمر، واحد علم أخضر، واحد علم أصفر، لأنها موزعة على ميليشيات. هني في علم الكويت وهناك في أعلام وايد. دولة غير منضبطة، هذا قدرنا. نقع في إقليم ملتهب يحتاج إلى حكمة، ما يحتاج إلى استعراض، يحتاج إلى رؤية، ما يحتاج إلى تهور، يحتاج إلى تقديم حقيقي، ما يحتاج إلى مغامرات. ونحن حبانا الله بسياسة حكيمة لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. ويجب علينا أن نعي هذه الأخطار الخارجية ونقاومها. شلون نقاومها؟ رقم واحد، وحدتكم الوطنية. واحد ثم واحد ثم واحد، وحدتكم الوطنية. أي انشقاق داخلي سيستفيد منه المتربصون، أي انشقاق موجود داخل البلد ما راح يستفيد منه إلا المتربصين. فيجب أن نفوت هذه الفرصة. وأنا أحمد الله سبحانه وتعالى وأفتخر بأن مجلس الأمة عندما حدثت أحداث مسجد الصادق وحاول المتربصين والمندسين بأن يخلقوا فتنة بين الطوائف في المجتمع الكويتي ويحولون الكويت مثل دول أخرى، كان لصاحب السمو وكان لمجلس الأمة دور كبير في تحويل محاولة دق اسفين الفتنة الطائفية إلى ملحمة وطنية يضرب فيها المثل في العالم كله. ملحمة وطنية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فتنة كان يريد إحداثها في مسجد الصادق تحولت إلى ملحمة في المسجد الكبير، وللأمرين إسقاطهما. وتشرفت أني وقفت في العزاء 3 أيام نستقبل العزاء حتى نرسل رسالة إلى الخارجين. أيضا كان مهم جدا أن نؤكد بأن العمق الاستراتيجي الخارجي للكويت هو دول مجلس التعاون، ولا أحد غير دول مجلس التعاون يأخذ أولوية العمق الاستراتيجي ده. ولله الحمد العلاقات البرلمانية مع برلمانات دول مجلس التعاون جميعا كانت على أفضل ما يمكن. وعندما يتواجد أي من الأعضاء ال6 فكأنما الأعضاء الآخرين موجودين. ويكفينا شهادة الأمير وشهادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عندما أثنى، مو علي شخصيا، عندما أثنى على موقف الشعب الكويتي، لأن لما تحدثنا في بغداد كنا نمثلكم أنت ونمثل الشعب الكويتي. أيضا لدينا تحديات يجب أن يكون لها أولوية. التحديات الاقتصادية ما نقدر نقص على الناس، بل يجب أن نكون صريحين. وأنا تعلمت أيضا من أستاذ لي الأستاذ عبد الوهاب الهارون، أشوفه الآن اللي ترأس اللجنة المالية عدة مرات، وكان دائما صريح وقوي في مواجهة التحديات الاقتصادية ونسير على دروب هؤلاء الرجال. أنا أقول كنا إحنا دولة نبيع نفط ونسدد رواتب، والله العظيم كنا نبيع نفط ونسدد رواتب. الرواتب كانت في 99 600 مليون، الآن 6 مليارات و600 مليون. نزل النفط انكشفنا، أصبحت مصاريفنا أعلى من إيراداتنا. نعم عندنا مدخرات صحيح، نعم عندنا استثمارات حقيقي، نعم عندنا كذا، بس مثل اللي ببيتك إذا نزل إيرادك عن مصروفك هل تنطر لين تبدأ تبيع مدخراتك ولا تبدأ باتخاذ إجراءات حقيقية؟ تبيع مدخراتك ولا تأتي بحلول ذكية؟ ولما أقول حلول ذكية مهما حاولوا يشوهون الكلام سيصل إليكم مباشرة، مهما حاولوا يشوهون الكلام. لما نقول حلول ذكية يعني حلول تصلح اختلالات اقتصادية جذرية ولا تمس المواطن. يقصصون من أشرطة فيديو، يركبون من أشرطة فيديو، هذا الأمر لا يعنيني. يعنيني ما أقول لكم بشكل مباشر وما يمثل حقيقة وجهة نظري. يجب أن نزيد المشاريع التي تتحول إلى القطاع الخاص، يجب أن تزيد، يجب أن نعيد بناء القطاع الخاص.
ليش مو كل مواطن حتى لو كان صغير يكون تاجر؟ ليش مو كل شاب تسنح له الفرصة للعمل في القطاع التجاري؟ ليش مو كل شاب تعطيه الفرصة حتى يكسب لقمة عيش شريفة؟ من هذا الأساس كنت أفتخر بأني من أول من تقدموا في مشروع المشاريع الصغيرة، وتشريعيا نجحنا فيه وحطيناه، لكن يجب أن أعترف وأقول لكم الصدق، تنفيذيا فشلنا فيه. يحطون عوائق للشباب، وأنا حاولت استنساخ تجربة الإسكان على المشاريع الصغيرة كملف ثاني بعد ذلك. أنت إيش عليك شنو نشاطك؟ إيش عليك شو اللي يبي يسوي؟ إن شاء الله كلهم يسوون مطاعم، أنت إيش عليك؟ أنت يجب أن توفر ما وضع في القانون بأنه ما يلف 7 لفات عشان ياخذ التراخيص، كلها ياخذها من مكان واحد. أنت يجب أن تلتزم بالتشريع والقانون بأن التمويل انضمن له من ناحية القانون. أنت يجب أن تلتزم بكل ما جاء بالتشريع وتعطي هؤلاء الشباب الفرصة، لأن أي واحد ينجح في مشروعه أيا كان المشروع الدولة كسبانة. شلون تخفف من الباب الأول؟ تخفض رواتب لا سمح الله؟ ما يصير. إذا تنقلهم إلى القطاع الخاص، وحتى تنقل إلى القطاع الخاص يجب أن تشجع المشاريع الصغيرة، وحتى تشجع المشاريع الصغيرة يجب أن تكون هناك إدارة قادرة وفاعلة، وهذا أعدكم بأني سأتابع هذا الملف. أيضا من ضمن الأمور الأخرى التوظيف، وهذا مرتبط في الموضوع اللي أنا قلته الآن. أكبر مشكلة عند كل النواب تسمعها من الكل قلق على وظيفة عياله. ناس مو لاقيه وظائف. إذا ما في عجلة اقتصادية تسير بالتأكيد ما راح يكون في وظائف، لكن إذا في عجلة تسير ستكون هناك وظائف. فبالتالي هذا الملف أيضا يجب أن يتابع. والتركيبة السكانية اللي تسبب هلع وفزع لكثير من المواطنين، وإذا استمرينا في هذا الأمر اليوم احنا 30% راح ننزل إلى أقل من ذلك. طيب شلون نحطها؟ نقول المشاكل بدون حلول؟ لا، نقول الحلول. قانون استخدام العمالة كان من أحد الحلول، تدريب الكويتيين وتأهيلهم للكثير من الوظائف اللي كانوا يقوم فيها بعض الأجانب، هذا أيضا تأهيل. عندنا عدد كافي من الأطباء الكويتيين، عندنا مهندسين قاعد ياخذون وظائفهم ناس من الخارج، مع كامل احترامي وتقديري لهم، لكن هذا أيضا الملف ممكن أن يتابع، ممكن أن تحقق فيه نتائج. في نهاية الأمر، في حديثي عن المستقبل، يجب أن أقول النقطة الأخيرة اللي ستحصل لي لأول مرة، بأنه في أول مرة سأشارك في المشاورات كرئيس مجلس أمة سابق، وأنا أردت أن أطرح ما سأقترحه وأقوله في المشاورات والمباحثات، لأنه يفترض أن ينقل الرأي إلى القيادة السياسية، رأي أمين ورأي صادق ورأي يمثل الشعب الكويتي. لكني أنا في وجهة نظري المتواضعة، وعندنا الوقت أيضا إن كان في هناك اقتراحات أخرى سأسمعها وسأخذ فيها إن شاء الله، لكن أنا بوجهة نظري المتواضعة بأن الفريق الحكومي القادم يجب أن يكون فريق قادر على مواجهة هذه التحديات. وأحد الأسباب الرئيسية التي تقوي الفريق الحكومي وتجعله قادر على مواجهة التحديات هو المعايير اختيار الوزراء وإدخال الشباب. عندنا شباب في كل قطاع ماخذين جوائز دولية، ماخذين جوائز عالمية، يكرمون في كل مكان. ليش ما يتكرمون في الكويت؟ وليش ما يدشون الحكومة ويكون عندهم الطاقة في مواجهة هذه التحديات؟ الآن هذه باختصار، أيضا أتمنى أن ما أكون أخليت فيه رؤيتي المستقبلية للمرحلة القادمة. قبل أن أنتقل إلى الجزء الأخير من الندوة، أود أن أشكر كل مواطن ومواطنة. أود أن أشكركم كلكم الحضور اللي موجودين هني واللي برا، أقول لكم حقكم علي، واللي واقفين في الشارع طالعين بالشاشات اللي برا. والله إني أتحدث وأنا مفتشل منكم ومقدر حضوركم وعنائكم ووصولكم إلى مكاني، فلكم كل الشكر والتقدير. واشكر أعضاء حملة الانتخابية، إخواني أخواتي، آبائي أمهاتي، أبنائي بناتي. ترى لما تكون كل الخيارات متاحة ومطروحة وتيون عند خيار معين، ترى هي كبيرة بحقي، وترى هذا تقدير ما بعده تقدير، وترى هذه مسؤولية ما بعده مسؤولية.
كذلك أجد واجبا ولزاما علي أن أشكر كل صاحب قلم حر وكل صاحب كلمة جريئة قال كلمة الحق في وسط موجة الكثير مو مقتنعين فيها، بس يقول لك أنا ما أقدر أوقف صوبها. فالإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول: لا تستوحشن طريق الحق لقلة سالكيه. فأنا أشكر كل صاحب قلم حر وكل من غرد دفاعا عني وكل من وقف معي وكل من أنصفني. أقول لهم ما أقدر أقول لكم أكثر من مشكورين، وجزاكم الله خير وكثر الله خير. أشكر كل من كلمني، كل من أرسل لي رسالة، كل من وقفني في الدواوين وقال لي يا جبل ما يهزك ريح، كل من وقفني في المساجد وقال لي إن الله مع الصابرين. وبالتأكيد أشكر كل أم وكل أخت وكل أب وكل أخ دعالي بالغيب، فأنا محتاج إلى دعائكم، بس ترى ولدكم صابر، لا تحاتوا. أنا سأنتقل إلى الجزء الأخير من الندوة، وإن كان هذا ما هو خياري والله للأمانة، يعني فكرت وايد، كنت ساكت وايد، صابر وايد، متحمل وايد، لكن استجابة لطلب الكثر من أخواننا في الدواوين وفي الأماكن اللي أروح لها إن نبي جواب على السؤال، يعني نبي جواب على السؤال: ليش هذه الحملة المنظمة الممنهجة الممولة على مرزوق الغانم؟ ليش؟ أنا ما أتكلم عن من ينتقدني له الحق، وبالعكس صاحب فضل علي، وكثير من الأمهات والآباء هني انتقدوني وتعلمت من انتقادهم، ولا أتكلم من وجه لي آراء ونصحني، بالعكس هذول أفادوني. لكن أنا أقول بالنهاية أنا بشر، أجتهد، أصيب وأخطئ. ترى الوحيد اللي ما يخطئ هو اللي ما يعمل، لكني أنا بفضل الله سبحانه وتعالى كنت أعمل، فأكيد بتكون لي أخطاء، وأكيد أحاول أصلح من هذه الأخطاء. لكني أنا أقول الفجور في الخصومة وإطلاق الإشاعات والمعلومات المغلوطة في هذا الوقت، ليش؟ غرف عمليات ومجاميع تدير حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي ما تتكلم إلا عن مرزوق الغانم. ليش؟ مرشحين تندفع إعلاناتهم بمئات الآلاف من الدنانير قبل لا يرشحون، وهو نايم ببيته تنزل إعلاناته. وحملتهم الانتخابية مو تنمية، مو تعليم، مو حكومة، مو فساد، حملتهم الانتخابية فقط مرزوق الغانم. ليش؟ مرشح يقول الحين في الأسبوع الأخير من الانتخابات إني مسؤول والعياذ بالله عن فساد في أحد المشاريع، وهذا الأمر كذب وبهتان. السؤال اللي يطرح نفسه: وينك من زمان؟ ولا النيابة مسكرة وما تفتح أبوابها إلا بآخر أسبوع من الانتخابات؟ إثارة هذه المواضيع واتهامي في هذا الوقت ليش؟ يصحى الضمير بس في آخر أسبوع من الانتخابات عشان على ما الناس تعرف الحقيقة إلا الانتخابات خلصت. ليش ما رحت النيابة من زمان؟ لكن أنا بقول لك التالي: أنا اللي رحت. حط السلايد. أنا اللي رحت. هذا بلاغ رقم 2 قدمته في هيئة مكافحة الفساد. جزاك الله خير. جزاك الله خير. ماشي، بس خل أكمل إذا سمع. مشكور. جزاك الله خير. أنا إذا كان يعتقد من يهاجمني إني اليوم بشتمهم، لا مو. إذا كانوا يعتقدون بإني بطعن فيهم، والله مو أنا. لكن أنا بعد هم عندي أبناء، هم عندي أم، هم عندي أبو، هم عندي أخوان، هم عندي خوات، هم ولدي كبير يقرأ بتويتر. ما أقبل أن تمس ذمتي المالية ولن أنجرف إلى مستواهم. أنا رحت بكل احترام
وتأدب إلى هيئة مكافحة الفساد. قالوا لي شنو قضيتك؟ قلت أنا ببلغ أحد الأخوة يقول إن أنا عندي شبهة فساد في أحد المشاريع. هذا الفيديو أنا أبلغ عن نفسي في القانون اللي أقر في عهدي. وإذا كان الأخ الفاضل يعتقد بأني اليوم بشتمه أو بحط من قدره أو بحط من كذا، أبى أقول له شيء، مو هذه أخلاقي ولا هذه أخلاق ولا بس اسمحوني خلوني أكمل أرجوكم، ولا هذه أخلاق أسرتك الكريمة الفاضلة. ومن أجل عين تكرم مدينة. وأنا أنتهز هذه المناسبة أيضا لأشكر العم الفاضل بشار العنجري اللي تعلمت منه الكثير، ويمكن هو مسيرته كانت ويا والدي، لكني تشرفت بمزاملته في آخر مجلس له، وكان كريم معاي وما بخل علي وعلمني، وتعلمت كثير من الأمور اللائحية عن طريقه. وفي كل يوم تقريبا هو على اتصال معاي ينقدني النقد البناء ويصحح ويوجه. فمشكور يا عم أبو فيصل، ومن أجل عين تكرم مدينة. ناس مقاطعة الانتخابات، مقاطعة وتدعو الناس لا تشاركون، هذا انقلاب على الدستور، هذا ما اعرف ايش، هذا كذا، الى قبل اسبوعين. الحين يلفون بالانتخابات، صارت مهمة عندهم انتخابات. كان زين يلفون عشان يوجهون الناس ولا يتكلمون عن مصالح البلد. اصبحت القضية الأولى بالنسبة لهم لا تصوت حق مرزوق الغانم. ليش؟ ناس تجينا من دوائر ثانية تلف دواويننا، مهمتها فقط تشويه سمعة مرزوق الغانم. ليش؟ نواب سابقين يعدون وثيقة ما فيها تنمية، ما فيها تطوير، ما فيها وحدة وطنية، ما فيها التزام في الدستور اللي يفترض أي ناجح يقسم على احترامه، بس فيها لا تصوت حق مرزوق الغانم وحط فوقها بعض القصور بعض القشور. وأنا حقيقة رغم أن هذا الإجراء غير دستوري وهذا الإجراء غير قانوني، لكني أبي أعذر بعض أخواني المرشحين الشباب لحداثة تجربتهم، وبقول لهم اسمحوا لي، بعض الشباب اللي صرحوا ضدني، سواء اللي صرحوا بتأدب أو اللي صرحوا بغير تأدب أو اللي قالوا أي كلام فيني، بقول لهم ترى أنا عاذركم وأنا أعرف مكانتي عندكم، وأنتم تظلون أهلي وتظلون ربعي وتظلون حبايبي. بس أبي أنصحكم نصيحة والله لوجه الله من تجربة متواضعة ومن أفاضل نواب سابقين موجود عندنا اليوم، الأخ الكبير عبد الوهاب الهار والأخ الكبير بشار العنجري، الأخوة ما أشوف ترى من نضاءه الكثير موجودين. أبي أنصحكم نصيحة، ترى اللي يركب موجة ما يبني بلد، واللي خاف برا المجلس بيخاف داخل المجلس. فخلكم شجعان، خلكم قوية. الإجراءات الغير دستورية وحي من هالمنطلق المرشحين الآخرين، الشباب غير الشباب، ومنهم في الدائرة الثانية وفي منطقتي وأقرب الناس لي ويتنافسون معاي، قالوا للمندوب اللي سوى الوثيقة واللي لف عليهم استح على وجهك، هذا عيب، احنا نحترم الدستور. لما يجي مرشح لأسباب خاصة فيه يعلن ترشيحه، ويجي مرشح آخر لأسباب خاصة فيه يعلن انسحابه. في كلا الحالتين مرزوق الغانم هو المسؤول، وعد هذا بوزارة ووعد الثاني بهيئة كنا أو مدري شنو. ليش هالافتراء؟ أصلاً ما يقبلها المنطق، لأن انتخابات ما صارت، سمو الأمير ما اختار منه رئيس مجلس الوزراء القادم ما اختاره، والحكومة لم تشكل ولا ينتخب رئيس مجلس الأمة إلا بعد تشكيل حكومة أول الفصل التشريعي. فشنو هالرئيس اللي ما صار رئيس للمرشح بيوزع الوزارات يمين ويسار؟
هذا الافتراء، هذا التضليل، هذا ما أبي أقول أي مفردة أخرى، بس من حق الناس تسألني ليش يخترقون حسابك ويسبون الناس باسمك ويتصلون على العوائل باسم حملتك ويتكلموا معاهم بأسلوب غير لائق. ليش؟ يدعون أن المجلس أقر وصوت على الوثيقة الاقتصادية، وهذا يا أخوان بهتان وكذب. المجلس لم يصوت على الوثيقة الاقتصادية بغض النظر عن الرأي، في أشياء زينة في أشياء مو زينة. الوثيقة الاقتصادية لا يتم التصويت عليها، الوثيقة الاقتصادية تعرض، وأنا طلع بالتلفزيون في قناة الراي وقريت المضبطة. الآن يدير في معظم الندوات الانتخابية مجلس صوت على الوثيقة الاقتصادية. مو صحيح، مو صحيح. يفترون ويقولون بأن قرار زيادة البنزين صادر من المجلس. لا، بعد البعض يروح أبعد، يقول مرزوق الغانم طلع زيادة البنزين. طيب شلون مرزوق الغانم يطلع زيادة البنزين؟ أو المجلس يطلع زيادة البنزين وهو قرار حكومي صادر ما بين أدوار الانعقاد بناء على قانون رقم 79 لعام 1995. حط المادة الثانية بالقانون، خلي الناس تشوف. لا تسري في الأول ما يصير رسوم إلا عن طريق المجلس. الثاني لا تسري أحكام المادة السابقة على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة، ولا تسري كذلك على مقابل الانتفاع. هذه المادة اللي أعطت القطاع التشريعي للحكومة لإصدار هكذا قرار دون الرجوع للمجلس. تحميل مجلس 2013 مسؤولية هذا القرار. ليش؟ تحميل رئيس المجلس مسؤولية إصدار هذا القرار، وأنا أصلا كنت مسافر ما كنت بالكويت. ليش؟ أعتقد الآن أصبح أمر مستحق علي أمام هذا الكم الهائل من الأسئلة أن أجيب. ليش؟ وفق اعتقادي أن أجيب على ليش الخوف من مرزوق الغانم. ليش خايفين من ردة مرزوق الغانم؟ شنو في بطونكم؟ ليش الخوف؟ ليش هذه الحملة؟ ليش هذا التركيز؟ أنا راح أجاوب، لكن ما راح أجاوب بس بكلام مرسل. أنا راح أجاوب كل كلمة أقولها سأدلل عليها بمستند أو سأدلل عليها بحقيقة لا تقبل الشك. لكن قبل لا أجاوب أذكر الجميع عشان تعرفون طريقة تفكيري وشون أنا ثابت بالآية الكريمة، كلام المولى عز وجل عندما قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا أقول أمامكم حسبنا الله ونعم الوكيل. الموضوع مو هذا، الموضوع أكبر من كذي، الموضوع أخطر من كذي. القضية ترى مو قضية مجلس وحكومة، القضية مو قضية قانون عاجبني وقانون مو عاجبني، القضية مو قضية بنزين ولا ديزل ولا غيره. القضية شيء آخر أنتم راح تكتشفونه الآن، وأنا سأكاشف الشعب اليوم في هذه الندوة بمعلومات خطيرة ومهمة. لكن قبل لا أقولها أيضا أنا وعدت العديد من الدواوين اللي سألوني، قالوا لي: أبو علي أنت الندوة الانتخابات اللي طافت حطيت المستندات اللي تثبت بأن جهاز أمن الدولة في وقت من الأوقات كان يتنصت على جهازك. وقلت أنا سأقف أمام هذا الأمر حماية لكل مواطن كويتي، لأن ما حد له حق أن يتنصت عليكم، ولا حد له حق أن يدخل في خصوصياتكم، ولا حد له حق أن يخترق القانون والأخلاق والأعراف والشرع وكل شيء جميل في هذا البلد. فقالوا لي: وينك ما سويت شيء؟ أنا بقول لهم اليوم، قلت لهم تعالوا يوم الثلاثاء، وايد من رافعين اليوم، حط اللي حطيته الندوة اللي طافت. الندوة اللي طافت أثبت بأن كان في تجسس على هاتفي من قبل جهاز أمن الدولة، وحطيت الورقة هذه دلت تحرياتي السرية على أن الهاتف التالي هذا رقمي ترد له وتصدر منه اتصالات من عناصر مشبوهة بقصد القيام بأعمال تخريبية لزعزعة الأمن الوطني للبلاد. تخيلوا هذا اللي بيزعزع الأمن الوطني للبلاد صار رئيس من سموه. هذا حطوها قبل الانتخابات الماضية. حط اللي قمت فيه حق اللي يتهمني بأني أنا ما سويت شيء. أنا أرسلت كتاب إلى الأخ الفاضل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قلت له التالي: في بداية الفصل التشريعي كنت قد أطلعتك على بعض المعلومات والمستندات التي سبق وعرضتها
في ندوة الانتخابية في الصيف الماضي بشأن تجسس ومراقبة هاتف النقال من قبل وزارتكم، وقد أبديتم تجاوبا ملحوظا وحرصا شديدا لمعرفة كافة الأمور المتصلة بهذا الشيء. حط اللي بعده بسرعة. لذا أطلب من معاليكم إفادتي رسميا، ده لا حد يقول لي أنت والله ما قلت ولا قلت، إفادتي رسميا وكتابة بكل ما ذكرته وإني شخصيا أثناء نقاش الموضوع، وذلك لحفظ حق محقي، أنا متعود محقي، حفظ حق الشعب الكويتي في معرفة كافة الإجراءات التي اتخذت من قبلكم وضمان عدم تكرار هذه الممارسات، وأيضا لمعرفة الدور الذي قمتم به في هذا الشأن. شو سويتوا يا وزارة الداخلية؟ حط رد الوزير. هذا هو يرد عليه. وهنا أود أن أؤكد لمعاليكم وبعد مراجعة ما تفضلتم بعرضه علينا في بداية الفصل التشريعي الحالي وبعد التحقيق تبين بأن ما أشرتم إليه كان سابقا لعهدي بالوزارة. بعد التحقيق يعني المستند اللي حطيت لكم إياه صحيح والواقعة صحيحة باعتراف، إلا أننا لا نقبل أن يتم استخدام جهاز أمن الدولة أو أي من أجهزة الوزارة بغير المقاصد التي وجدت من أجلها، وهي الحفاظ على الأمن وسلامة الوطن والمواطنين، وذلك في إطار الدستور والقانون دائما. هذا فقط أرد على الأخوة الأفاضل اللي طلبوا مني عطني الرد على ما ذكرت في الندوة اللي طافت، وهل مارست دورك الرقابي في هذا الأمر أم لم تمارسه حتى تمنع حدوث هذا الأمور مرة أخرى؟ إي مارسته وحطيته وهذا الرد. الآن أبي أدخل في الموضوع. ليش هذه الحملة؟ وأنا خلي أكون واضح، ترى مو كل من يعارضني سيء، لا، في ناس أحسن مني وأفضل مني، ولا كل من يختلف معاي في الرأي عندي مشكلة معاه، لا، قد يكونون هم أحسن مني وأفضل مني وآرائهم هي الصح وأنا الغلط، إنما أنا أتكلم عمن يحاول أن يستغل حسني النية ويغرر بكثير من الشرفاء اللي يمكن ما يدروا. وقلت لكم أنا ليش أعذر الكثر، ما يدروا، ما يعرفون الحقيقة، مما جعلني مضطرا لقول الحقيقة أمامكم، وإن كان براويكم بعض المستندات المؤلمة، لكن لازم أقولها أمامكم قداما. قبل لا أطلع المستندات أبي أذكركم بشيء. عندما تعرض القضاء لهجمة شرسة، وعندما تم الهجوم على أسر وعوائل شيوخ القضاء، وعندما أتوا بالأشرطة المفبركة، وعندما أرادوا إدخال الشارع في فوضى عارمة لا أحد يعرف نهايتهم، من اللي تصدى؟ من اللي وقف؟ كنا نشوف في وقتها سياسيين يرتجفون يرتعدون، ما قالوا حتى كلمة الحق ولا انصفوا القضاة والقضاء. اللي قاعد ببيته واللي كان ينطر خلينا نشوف الموجة وين تروح، تسحبهم ويروحون نركبها ولا تنكسر نية متأخر ندافع عنهم. في هذا الوقت أنا أراويكم مواقفي في دقيقتين. حط الفيديو، حط الفيديو. إذا تذكرون في هذه الفترة الحرجة جدا كانت تبث وسائل التواصل الاجتماعي 10 ثواني، مقابلات، تغريدات، قضاة قاعد يرتشون. حط الفيديو بس دقيقتين. قال في رمضان ان هناك مؤامره، وانا ايضا ذكرتها في اكثر من مناسبه. انت اليوم والان بينت المؤامره، والمؤامره لا تستهدف شخص. لو تستهدف شخص ما عندنا مشكله، لكن المؤامره تستهدف كل اركان الدوله. تضليل ثم ياتي الهجوم على القضاء. الهجوم على القضاء كان من البدايه، ودافعنا عنهم في جلسه 11/6، ونشرنا بعض المستندات اليوميه تقرير كله واكد صحه اللي كان فيه. لكن انا اقول واجبنا ايضا كسلطه تشريعيه ان نخاطب السلطه القضائيه، واوجه حديثي تحديدا لشيوخ القضاء الاخ فيصل مرشد والاخ يوسف مطاوعه والاخ ابراهيم السيف، واقول لهم ان هذا الامر لا يمكن ان يسيئكم او يؤثر في سمعتكم.
استهدافكم بعد هذا التاريخ الطويل من الخدمة والنزاهة المعروفة لدى الكل. نقدر ما تعانونه ونقدر آلامكم ونقدر آلام أبنائكم وأشقائكم وأسركم الكريمة، بس صدقوني ترى الشعب الكويتي كله ما هو مصدق. هؤلاء الرجال أشرف منك وأرفع منك وأنزح منك، وإذا لم تنتصر لهم الحكومة فهناك شعب قبل المجلس ينتصر. أنا أقول هل يعقل يا جماعة؟ هل يعقل أن يتم دفع مبالغ كبيرة لإصدار تسجيلات وأشرطة أعمال دنيئة ورخيصة لم نعتاد عليها، لا يقبلها لا شرع ولا دستور ولا قانون ولا تقاليدنا احنا كمجتمع كويتي؟ هل يعقل أن نقول بهذا الأمر؟ هل يعقل أن نسكت وندفن راسنا بالترابة النعامة خوفا من هذه العصابة؟ نعرف أنكم ركعتوا أدوات ونعرف أنكم استخدمتوا حتى أثناء وقتكم في أمن الدولة أعمال دنيئة مثل اللي صورتوه سنغافورة ومثل اللي هددتوه بأعمال غير أخلاقية. هذول تقدرون عليهم ترى ونعلم عندكم أدوات، لكن اللي نظيف ما تقدرون عليه. اللي نظيف 6 مجالس ما لقيتوا شيء عليه، لذلك توجهتوا إلى هذه الأعمال الدنيئة. لكن أنا خاطب هو أن خطاب مباشر على الشعب الكويتي، لأن احنا نضاف ولأن قطرتنا بيضة ولأن دخلنا فيها بيضة وبنطلع فيها بيضة. قسما بالله العلي العظيم لن نركع، قسما بالله العلي العظيم لن نخضع، وقسما بالله العلي العظيم ستجدون هؤلاء الذين سواء بالخارجين أو بالترهيب أول من يقفز من سفينتهم. أما أوراق يتم الترويع فيها وتسليمها لشخصيات كرتونية واستخدامها في خطاب سياسي رخيص يستهدف تقويض أركان الدولة، هذا الأمر لن يسمح به ولن يخيفنا كائن من كان ببذاءته أو قلة أدبه أو باتهامه لشرفاء في القضاء الكويتي الشامخ. لكم والله العظيم هذه الأعمال ما تزيدكم إلا استحقار من قبل الشعب الكويتي وثقة بأن الكويت لا يمكن أن تحكم من قبل عصابة. هذه العصابة لو تحكم شو تسوي؟ تحط مشامخ بالشوارع، بتتجسس على كل بيت، بتدخل في كل مكان، لأن خارج السلطة هذه أعمالهم. خارج السلطة ما في أي ذرة إحساس بالمصلحة العامة للبلد. شنو تبغون خرابة؟ تخربون البلد؟ الخرابة ما أشياء إلى الغربان، والكويتيين ما هم غربان، وأنت لا يمكن أن تحكم إلا الغربان. أنا عندي صراحة كلمة ودي أقولها إلى الكثير أيضا من المخلصين والمحبين واللي مرات ينصحونا أن كرئيس مجلس الأمة من الأفضل أن لا تكون طرفا، ومن الأفضل أن تكون محايدا، ومن الأفضل أن تترفع. أنا بقولها على رؤوس الأشهاد، إذا كان هذا البشت سيحولني إلى شيطان أخرس فلا بارك الله بالبشت اللي ألبسه. قسما بالله العلي إني لأنزل من المنصة وأصرح بقول الحق أمام الجميع إذا كنت أستشعر بأن هناك خطر على الشعب الكويتي، وأنا أقولها اليوم من هذا المنبر. نعم هناك خطر على الشعب الكويتي، نعم طواغيت الفساد والكذب والتدليس تجمعوا ليضروا لأنهم يريدون سوءا بالشعب الكويتي، وأنا سأفعل كل شيء. أول ما أبدأ به قبل عرض ما لدي من مستندات كرئيس للسلطة التشريعية، لا أقبل بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملاء النواب بأي إساءة لرئيس السلطة القضائية، وأقول له محشوم، وأقول له ما لم البينة على من ادعى، وكل ما قدم أشياء لا ترقى إلى حتى قرائن، وراح أثبتها الآن أمامكم. أما أن يتم الطعن برجال قروا حياتهم في خدمة الكويت أمام أسرهم وأمام أبنائهم بمستندات لما أعرضها عليكم ماني واصفها، وأخليكم أنتم توصفونها، ويتم التشهير فيهم بهذا الشكل اللي حرمه الشرع ولا يقبل به الدستور ولا الأخلاق، فتأكدوا بأننا لن نأخذ موقف المتفرج. عرفت
عرفتوا ليش ما يبوني رئيس؟ عرفتوا ليش هذه الحملة؟ هم ما يبون واحد كذي، هم يبون رئيس يدفن راسه في التراب مثل النعامة. ما يبون أحد يكون عائق أمام مخططهم. استوعبتوا بس الجزء الأول ليش في فجور في الخصومة؟ لأنهم يبون رئيس يروج لافتراءاتهم وأكاذيبهم، رئيس خاضع لهم ولسطوتهم، أو على الأقل رئيس يصد عنهم ويقول لهم أنا مالي شغل بس لا أحد يقرب صوبي. أنا اللي وعدتهم إني أقول الحقيقة الآن. سألوني كثير، قول الحقيقة، منو اللي أنت تواجههم؟ ناس عاديين؟ لا مو ناس عاديين. ناس تخاف الله؟ لا ناس ما تخاف الله، اللي يخاف الله ما يسوي أعمالهم. ناس تحلل وتحرم؟ لا ما تحلل وتحرم. أنا راح أقول حقيقة. حتى اللي لما يدزون مندوبهم قبل الندوة يقول الحين بيتكلم عن فلان وعلامة تخوفني. اللي بقوله والحقيقة راح أقولها. أنا أواجه نيابة عنكم وعن الشعب الكويتي رأس الأفعى كما أسماها الدكتور أحمد الخطيب. أنا أواجه رأس الأفعى وشريكه، والأفعى لما تخنقها يطلع كل السم اللي فيها. أنا أواجه سارق الناقلات، سارق الاستثمارات، الذي سرق البلد أثناء الغزو. شنو أسوأ من أنك تسرق بلدك وشعبك مشرد وأرضك مستباحة؟ شنو أسوأ من أنك تغرف من المال العام ورجال ونساء الكويت يقدمون أرواحهم ودمائهم فداء للوطن وأنا شاهدتها؟ اللص الذي رتب اغتيالات للشرفاء اللي ما خافوا منه وواجهوه، وعلى راسهم المرحوم العم حمد اليوعان رحمة الله عليه. هذا السارق من بعد التحرير انتم كلكم تشوفون توسع وبنى مملكة إعلامية، ضرب فيها الوحدة الوطنية، ضرب فيها القبائل، ضرب فيها الطوائف، أشعل الفتنة في البلد، ومعاها الأهم وهذا لن يخفى عن فطنتكم وسيربط بالأحداث الحالية، شر سياسيين. نعم سياسيين ونواب سابقين. شوفوا لاحظوا الأحداث وشوفوا يوقعون بيانات بأن احنا ما نطلع في قناتك وبعدها يطلعون مغرغمين، وراجعوا الأسماء وشوفوا شر مغردين، شر كتاب، وحتى أشخاص مؤثرين في تيارات سياسية. وراح أثبت هالكلام كله بعد شوي. هذا الكلام أنا قلت لكم أي كلام مرسل قطوا بحر، لكن راح أثبت هالكلام. أنا أقول لكم هذا السارق الذي سرق الكويت وبدلا من أن يعاقب توسع. سألوه مجلس 2013 شنو سوى فيك؟ سألوه، وسألوه رئيس مجلس 2013 شنو سوى فيك؟ تبونه يسكت؟ ما راح يسكت، ما راح يسكت. بالتأكيد راح يستمر في هذا الأمر هو وشريكه الذي حاول حرق المراحل للوصول إلى الحكم، لكنه فشل في ذلك فتحول إلى محاولة حرق البلد. وأنا أقسم بالله العلي العظيم أمامكم رديت نائب ما رديت نائب، رديت رئيس ما رديت رئيس. لا يمكن أن أقف متفرجا أمام اللي يبي يحرق مستقبلكم. وإن ذكرني التاريخ بأني ساهمت في إفشال مخططهم فهذا شرف ما بعد شرف. وإن ذكرني التاريخ بأن الرئيس الذي لا يريدون أو الرئيس الذي يحاربون أو الرئيس الذي تستخدم ضده كل أدواتهم لإقصائه فهو قسما بالله أيضا شرف ما بعد شرف. وأنا قلت في بداية الندوة الكلام المرسل لا أحد ياخذه. أنا بعض الوثائق والمستندات الرسمية والمحادثات المرتبطة بأحكام قضائية وتقارير رسمية صادرة من جهات رسمية، لكني شلت كل الأسماء لأن أنا مو هدفي الأسماء، أنا هدفي أكشف الشر اللي موجود واللي الآن قاعد أتحمل جزء كبير منه. هذا هدفي من وضع هذه الوثائق. وأريد قبل لا أتحدث عن هذه الوثائق أريد أن أؤكد حقيقة مهمة.
ان في فعلا عصابه هدفها حكم، وفي غرف عمليات، وما يحدث في غرف العمليات هذه مرتبط بأحداث حقيقية راح تشوفونها الآن بعينكم. لكني أود أن أؤكد أن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن لا ينزلق أو ينجرف أحد. هذه أعمال فردية لا تمت لعوائل هؤلاء الأشخاص، ولا لآبائهم، ولا لعمامهم، ولا لأخوانهم، ولا لأخواتهم، ولا لبناتهم، وكثير منهم أصلا لهم صلة قرابة فيني. لكن احنا لما نتكلم عن مصلحة بلد ونتكلم عن شيء فيه خطورة على البلد، لن نخشى في قول الحق لو متلافى. حط أول شيء الغضائي. يطلع الصوت اللي من الميكروفون كذي. هذا حكم قضائي. مشى بسرعة. ومعاه المفاضات. مش وهذه تقارير التحريات. فقط أنا أتكلم عن مصادر هذه المعلومات اللي راح أعرضها. مشي اللي بعده. تفضل. حط المحادثات، حط أول واحد. شوف يوم السنة عشان استغلت شريك وحكم تقرير أخير. القناعة الناتجة التقديم ومخفية عن مخاطر الشرق. والأسماء كلها مشروبة. لا نحن نتطاول عليهم. هذا الأمر كله كان يدبر قبل موضوع أشرطة الضرار. لا تقول لنا أنا رئيس أحمد السلام تحط البعد. بعد أسماء. لا ينتشر الا بطريقتنا. شنو ينتشر بطريقتنا؟ الاشرطه المفرقه واشرطه القضاء. خلي الناس تحكي شو صاير ياهل، خلي الناس تفضفض، خلي الناس تتكلم، خلي الناس تسال، خلي يصير تمهيد نفسي، خلي القاضي اللي يبي يحكم يحاسبها 1000 مره. التهديد للقضاة خطر ولا مو خطر؟ شر ولا ما هو شر؟ قبل لا يحكم على احد من ربعنا خليهم يعيشون الرعب. هذا ما يحدث داخل غرف عمليات اراد المولى عز وجل ان يكشفه في صدر الرجال شرفاء من الداخليه ومن غيرهم، لكن هذا الشر جزء منه لازم تشوفونه لان بالنهايه راح تعرفون شنو الهدف. انت حط لي بعد. اذا طاف 5 ايام وما نزل شيء، هكذا تناظر امور بالكويت، هكذا بعض قضايا الشارع، هكذا بعض الامواج تطلع. اذا طاف 5 ايام وما نزل شيء راح يموت موضوعنا سريريا. لا يجب الانتظار اكثر، فالخساره كبيره علينا. اعتقد لابد من انزال اشرطه القضاة وجميع الاوراق اللي حوزتنا. اطلع من وجه ابيض وفلان لازم يكسب الشعب، مصداقيه فلان على المحك. عند الشك كان نزل اشرطه القضاة. انا ما اتكلم هنا عن الاحكام القضائيه، هذا حق القضاء هو يحكم المبرر للمبرر ويدين من يدين. انا اتكلم عن خطوره وجود غرف عمليات تدير امور كثيره في البلد، احدها مال القضاة وبعدها في مواضيع اخرى. يا جماعه والله العظيم هذا شغل اللي سويناه شغل جبار. يسود الله وجهك. شغل جبار وفرنا القاع عشان نطلع الافلام. ولا حد حسب سالفه انه خسر اكثر، احنا ما تحاسبنا ولا تشاركنا عشان نقول اذا خسرت اكثر انا ولا انت. حط لي بعد. اللي سووه امس كله غلط، لا يمكن يشارك فيه. انا ما احب تفلسف يقول لك ثاني ادري والله بسمع عليه طول باله يرد عليه، ولا يمكن يشارك فيه، ولا يمكن اكثر من الاجانب يقول له هذه النقطه اللي بفهمها منك عشان احكي فيها، يرد عليه. شوفوا هنا الخطوره. انا وايد طولت بالي، انا ما سويت ولا غلطه،
وانا اكثر واحد اعرف الموضوع تفاصيله وقاعد امارسه بشكل يومي. انا ما دفعت 10 مليون عشان احد يضرب لي الاوراق. اذا 10 مليون تندفع لتزوير اوراق وفبركه اشرطه وادخال البلد في نفق مظلم، كم بيدفع حق مرشحين حق مجلس الامه؟ وكم سيدفع في المرحله القادمه اثناء الرئاسه؟ الله يرحمك يا جاسم النقراطي. الله يرحمك يا جاسم النقراطي. نزلوا شريط القضاة. هذول اليوم ينزلون شريط القضاة. باكر ينزلون اشرطه على اي شريك فيكم. اذا سمحتوا لهذه المافيا بانك توسع الشر والضرر ما راح يجي على فرد ولا راح يجي على شخص. الضرر راح يجي على البلد. لان هذول طلبة حقهم. ولان احنا قاعد نواجههم، فبالتالي راح تشوفون بعدين يدينونا منهم يدينونا. نزلوا شريط القضاء، ماني قادر ارعى السن، الموضوع حساس يا ابو فلان. هذا يوم ما نزلوا الشريط في 20 فبراير اللي تسمع هذا التقرير. هنا يرد عليه يقول له هذا مكذوب، ترى شرس، ناس تخاف ما تختشي، ناس تحسب حساب اللي بيوقف لها، ما تحسب حساب اللي بدنك راسها اهل. اللي وراه. زوج انت بطل وابوك بطل. انت تستحق انا بقول جزاكم الله خير، بس انا بقول على السريع فقط اراويكم مقتطفات من خطوره ما يحدث، عشان بس فقط يشوف تويتر ولا يحسب ان هذا راي عام ولا يحسب ان توجه شارع، كلها خرطي كلها غلط عمليات تدير الامور وتوجه وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. شريط مرزوق لازم يطلع قبل شهر 11، لازم ينطق عشان يفقد مصداقيته اذا كان ما في شيء. هذا الحكي قبل ما يطلعون الشريط المفرغ المركب عليه في محادثات مع بعض الاخوه الزملاء. هذه وثائق رسميه، هذه مو اشياء مرسله، هذه مرفقات لاحكام قضائيه، هذه موجوده في التقارير الرسميه. هكذا كانت تدار الامور من شهر 7 أو 8 يحضرون عن الشريط اللي دسوه عليه شهر 2. حط لي بالك. شو نسوي؟ لازم يدرس المرزوق، هذا ترى مش شغله بتاعته. خلوا يقول تسريبات من المرزوق على المرزوق. ودي اشوف وين المرزوق لما يتهمونه انه يسرب على نفسه. نفس الامر اللي سووه سرقه حساب الاستقرار مالي، وبعدين يطلعون اشاعه ان انا اللي رايح صاحبتي. بالضبط نفس الاسلوب ونفس الطريقه. يقول بدي اشوف وين المرزوق لما يتهمونه انه يسرب على نفسه. انا والله بدي اشوف قلوبهم ويشوفوا الشعب الكويتي يشوف صار الواقع. شايف كله الاسلوب احنا هدفنا المرزوق يخاف انه طالع عليه شيء، حط لي بالك. بالعكس تعور مرزوق بس خليهم يتهمونه احسن بالضبط ولا تقدر تطنش اللي بعده. انا رايي كل يوم ينزل مقطع. عرفت شلون تدار الامور؟ يفبركون اشرطه لا خوف من رب العالمين، لا تفكير في عقوبه، لا تفكير لا ايمان بان يعني شنو بتكون هذه النهايات، انما هذا شغلهم وهذا اشرفتهم وهذه امورهم. شو ما تصدرنا، شو ما نوقف، شو طبعا تدفع ضريبه هذا الامر وثمنه اللي يدفع، لان الضرر ساعه شفته على القضاء والحين هني وبعد شوي براويكم وين يوصل. لذلك التصدي لهم واجب اللي بعده. ترى عجبتنا فكره مرزوق يسرب على نفسه، ضروري التسريب الجاي نحط شيء زين عشان يتهمونه زياده وهو ينفجر ويقول مو انا. التسريب الجاي يمكن يوم باكر عقبال الله اعلم. هذه مقاله وانا يعني انتشرت كرهي في كل الكويتيين لان كانوا يوزعونها بالواتساب، كانوا يوزعونها في امور. مقاله قديمه بعنوان علي ديزل، فيها إساءة لوالدي، فيها إساءة لأمامي، فيها إساءة لجدي، فيها إساءة لأسرتي. كانوا يوزعونها في
بعدها خلى ذاك صوبهم لا ما راح نستخدمها، هذه زينه واتساب رايحه واتساب قوي اي ممتاز، بعدين على ثاني ولا يشارك ولا يخترع، بس عرف طلع له كذا وساكت ما كنا هو اللي صايغ المسج مال مرزوق وهو. تفضلي بعدين. يا جماعه المسج اللي بساعه عن علي ديزل ما خصده، هي جدا نشروها اكثر، قاعدين يشربون الصبح وصلتك حتى عن سعوديين اماراتيين قطريين بحرينيين. انا يمكن الوالد متفاجئ هذه السنه تطلع اول مره مهما فرق لاحكام قضائيه، لكن انا اقف امامك واعتذر منك ولكل ساعه وايضا اعتذر من والدتي الفاضله اللي خرجت اجيال كثيره واقول لهم ان انا اللي كنت مطلوب مو انتم، راسي هو اللي مطلوب مو انتم، لكن انا ما اكون ولدهم اذا دمجت راسي. والله ما اكون تربيتكم ولا انت تكون ولد محمد بن ايام اذا قبلت بان ولدك ينزل راسه او يدمج راسه. طيب لازم على مرزوق هذا خلاص روح مرزوق. هذا احد النواب الحاليين بس ما استاذنت فيه، كاتبين فلان ومرزوق راح يبدا عليهم القصف بعد دقائق، هذا بشهر مارس الماضي. بس انت تعرفون ايش قاعد يصير الان والانتخابات، تعرفون ايش قاعد يصير في وسائل التواصل الاجتماعي، تعرفون شنو الهجمه المنظمه والمنهجه، ناس محترفين اللي على بث الاشاعات، شلون تبث الاشاعات؟ يلا بس لا تنسى باسي ساحه الاراده، يعني لازم بعد كم فيديو تحضير حطوا في بالكم عشان ينتشر عدد يبي له 6 ساعات تقريبا. عندنا بروفيسور امريكي يشتغل بتويتر موقعين معاه عقد استثاري، وعندنا 30 حساب نشط لاحقاتي. عرفت شلون اداره تويتر؟ عرفتوا ليش الكثير من الشرطات ينسبون في تويتر؟ عرفتوا ايش كثر مبالغ تاتي للسيطره على الحسابات والاتفاق في مجاميع، ندز الاشاره الفلانيه وندز القصه الفلانيه وندز كذا، راح تدخل الشعب الكويتي كله يعرف كيف تدار الامور وكيف يخلقون موجه ومنو متورط ومنو قاعد يقاوم. اللي بعدها انا عطني ثلث بالكاس اللي عندك، يقول له ابي تعزل الفلوس حق المكتب شويه حق تويتر، الفلوس كلها يحولون مثل ما هي موجوده 75,000 اراويكم بس الاماكن اللي تندفع. يا اخي يا ابو علي اخترعنا يا ابو علي. لا بس شيء بسيط. يقول هذا تويتر حط السروقي في هيئه 20 عشان يخلص موضوع تويتر. اوكي جماعه فلان شو اقول لهم؟ اكو شيء واضح طلبوه؟ انا ما تناقشت وياهم بالتفاصيل بناء على طلبكم، اجلت كل شيء لهالاسبوع. ماشي، هم قالوا 100,000 حق 8 حسابات او شيء كذي، لا هو عنده جميع حسابات المعارضه منهم 10 اخباريه وطلبوا بالبدايه 100,000 واقدر انزل وادفع على الدفعات. كذي تدار الامور، حسابها على شكوت كذي يضرب الشرفاء تقبلون، كذي توزع الاموال على حسابات واعلاميين وهميين باعوا ضمائرهم وباعوا امورهم عشان يكونوا ادوات. هذا ايش يشوفوا؟ حتى لا نمكنهم من ان يكونوا ادوات بخطط مستقبليه. هذه
قريتوها كلكم توزعت في الواتساب، استياء كبير في اوساط النيابه العامه، حيث علمت النيابه العامه محاوله طمس الحقائق من قبل محمد الخالد المحسوب على احد متهمي بلاغ الكويت، والذي تعمد اخفاء حقائق كان قد توصل اليها جهاز امن الدوله، حيث تعمد كذا الى اخره. يسال ذاك يقول من وين هذه؟ يرد عليه انا قاعد اكتب عشان احد يغلطها. يرد عليه يقول له تمام. واحد يكتب اي شيء اي معلومه بلا حسيب ولا رقيب ولا ضمير، والثاني موزع. حط اللي بعده بس بسرعه. كذلك توصل عن الاشاعات طلعوها وبيطلعونها الحين موجوده عندهم في الوثائق مرفقه في احكام قضائيه. كذلك توصل جهاز امن الدوله ما يدرون عنها الى ان رئاسه مجلس الامه تم شراء اصوات اعضاء مجلس الامه بين 250,000 الى 800,000. ويذكر ان جهاز امن الدوله توصل ايضا في تحرياته انه من قام بشراء اعضاء مجلس الامه هو خاء غير قصد عن خالد فوق. اللي تحت شو يقول له؟ شوفوا بالاصفر يقولها سوها خاء عين تاء غين، يعني خالد علي ايام غالب يعني عشان الناس تفهم. ابي وضوح خاء غين ما تبرد الشك، هذا اللي برد الشك شعار. وايضا اخوي خالد انا اعتذر منك واقول لك على راسي من فوق. يا حبيبي الحين بقول لكم شيء كلكم شايفينه، كلكم شايفينه كلكم. وزعوا واتساب على الكل ان مرزوق الغانم دخل عند احد المواويل الكريمه، اسره كريمه حقيقه اخجلوني بحفاوتهم وتكريمهم وقالوا انه طلعوا من الديوانيه وخلوه يروح. كلكم قريتوها. شوفوا ايش مكتوب هنا: اوراق رسميه مرفقه باحكام قضائيه وتقارير صادره من جهات رسميه. هذا كله. دخل مرزوق الغانم احد الدواوين الشبابيه المؤثره الراحل عبد الله الصالح، وفور دخوله خرج معظم الشباب من الديوانيه وجلسوا على الكراسي خارج الديوانيه ولم يجلس معه الا اثنين، فخرج غاضبا دون ان يودعه قائلا: وصلت الرساله. يا ابو علي اتمنى ان تكون الرساله كل اهل الكويت وصلت لي. هناك في المطبخ هني طلعوا لي ساعات عين، هني يشتغلون الباقي منفذين او ناس مغرب بهم بحسن النيه قد يمشي بالامور، بس هني المطبخ روح الى باب الرساله. السؤال اللي يطرح نفسه: وين السياسيين؟ وين القوى السياسيه؟ وين التيارات السياسيه؟ ما تواجه من يخططون لشيء خطير جدا. وينهم؟ لازم قبل لا ينزل الشريط التنسيق مع القوى السياسيه. اللي بعده لازم فلان يشتغل مع القوى السياسيه. اللي بعده اليوم في اجتماع القوى السياسيه كاتبينه في مارس 22 تيار سياسي انا مغطيه معه العالم خير يستخدمون ان هاجر وفلان. قرار الان ما حد يقرب صوتنا لان احنا الامل الوحيد لهم. ركبوا المركب ومحطوط اسم تيار سياسي خلاص. هذه وثائق شوفوا على ارض الواقع منو قاعد يواجه؟ ولا الحين صاروا ما باقوا البلد ولا هم سلطه مال عام ولا لهم اي امر اخر. حط اللي بعد. انا اليوم بالنسبه للقوى السياسيه الاسماء ما احطها كلش ولا، لكن القوى السياسيه انا اقولها بصريح العباره. اليوم اتكلم بالتلميح لان لازم تحكمون على خياراتكم. في كل خيار سياسي في ناس افاضل وفي ناس مدسين، لكن يجب على الافاضل ان يعيدوا زمام الامور الى ايديهم قبل لا تصرف من قبل الاخرين. كم يحتاجون الوقت اعتقد لو نعطيهم ماده حشد يصير اقوى. خلونا يوم الخميس 5 مارس او 12 مارس. انا بس اوصل رساله الغالبيه الساحقه ممن خرجوا الى ساحه الاراده ناس شرفاء ويهدفون الى الخير، لكن انا اقول بعد انتبهوا يا ناس، لا نصير ماده بحسن نيتنا نعيد ما له اهداف اخرى خطيره. هذا اخر وحده احطها وبختم بس، لان الموضوع مليء باساءات ومليء بتطاول حتى على القيادة السياسية، حتى على الكبار، حتى على شخصيات البلد، حتى على كثير من اللي قاعدين موجودين الآن. لكن أنا مو هدفي الاستئصال، أنا هدفي أن تعرفوا جميعا. ما تصدقون الأمور تنتشر الإشاعات والواتسابات والفوضى
اللي قاعد يحاول يحدثها البعض لاحداث موجات، هذه كلها مخطط لها من قبل طرق عمليات، وهذا اخر وحده محطه. يقول زين من ورق اللي كافيين فيه، يقول له ما حد كافي فيه، بس لازم نحن